في بيت عيلة الشرقاوي بعد ما الحاج رفعت خلص المكالمة بصله مندور أخوه وسأله بفضول: خير يا حاج، في ايه؟ دي زهرة مرض جاسم تعبت وجدها بيستأذن انها تقعد عنديهم كام يوم. دخل قاسم البيت في اللحظة دي وسمع كلام والده وهو بيقول ان زهرة عيانة. قرب قاسم منه بسرعة وقال بلهفة: مراتي مالها يا حاج؟ مراتك ايه دلوقتي يا جاسم؟ طمني على اخوك. يا امي ما تقلقيش، ان شاء الله هنلاقيه. وبص لابوه وسأله تاني بقلق: ايه الحكاية يا ابويا؟ سمعتك بتقول انها تعبانة. جدها كلمني وقال انها تعبت شوية وعايزين يقعدوها عندهم كام يوم لحد ما تخف. تقعد هي وبنت عمها، دول من يوم ما دخلوا دارنا واحنا ما شفناش يوم عدل. يا امي بالله عليكي بلاش الكلام ده، انا مش ناقص. سابهم وخرج بسرعة رايح على بيت جد زهرة. في مخزن عيلة الشرقاوي كان دياب واقف ومعاه رجب، ورجب بيبص حواليه وقال: حلو قوي يا دياب، المخزن كبير وهيشيل الصناديق اللي عندنا وزيادة، وهتجيبوا السلاح ميتة قبل الفجر بساعتين. هنكون حولنا كل الصناديق هنا، تقفل وتروح، وبعد اسبوعين بالظبط ناجي ناخد حاجتنا وانت تاخد فلوسك. المهم الفلوس تكون جاهزة. طبعا يا ولد الأكابر، فلوسك جاهزة وبزيادة كمان. طب يدك على أول عربون. رجب طلع شوية فلوس وادهاله: عربونك جاهز والباقي لما ناخد السلاح. أخد منه دياب الفلوس بلهفة وقال بسعادة: اجده بقي المخزن تحت أمركم، حطوا فيه اللي انتم عايزينه. في بيت عيلة المهدي سعفان أخد بنته رقية معاه بالعربية علشان يوصلها بيت عيلة الشرقاوي. وبعد ما مشي بشوية كان قاسم وصل بيت جد زهرة. نزل من العربية بسرعة ودخل البيت متوتر. استقبله جد زهرة بابتسامة. قعد معاه قاسم وهو باين عليه القلق. والدي قال لي ان حضرتك قلت له ان زهرة تعبانة. ايوه يا ولدي، تعبت شوية بس الدكتورة طمنتنا الحمد لله. وكمان دكتورة؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ مفيش يا ولدي، هي بس تعبت شوية والدكتورة كتبت لها علاج، وان شاء الله يومين وتكون زي الفل. طيب بعد اذنك انا عايزة اشوفها. طبعا يا ولدي، لحظة انادي على مرات عمها هتوصلك اوضتها. جت ام رقية بابتسامة وسلمت على قاسم. وصلي جاسم لأوضة مرته يا ام رقية. من عينيا يا عمي. وقف قاسم ومشي وراها لحد فوق. وقفت قدام أوضة زهرة وقالت بابتسامة: اتفضل وانا هنزل اعمل لك حاجة تشربها. هز قاسم راسه بهدوء وهي نزلت. فتح الباب ودخل وقفله وراه. بص عليها وهي نايمة على السرير. قرب منها بحنية. قعد على طرف السرير ومد ايده يمسح على شعرها وبسها من راسها وقال بهدوء: حبيبتي انا اسف، عارف ان ضغطت عليكي لكن اعذريني، والله غصب عني، ما قدرتش اتحكم في نفسي. زهرة كانت نايمة تحت تأثير الدواء، ما حسيتش بيه. قاسم بس ايديها وفضل يمسح على شعرها بهدوء. رن موبايله، طلعه بسرعة وكتم الصوت علشان ما تصحاش. بص على اسم المتصل: أمجد. بسها تاني على راسها وخرج من الأوضة ورد بصوت واطي: أيوة يا أمجد. قاسم، احنا لقينا عربية كامل. بجد يا أمجد؟ طب وكامل؟ لسه معرفناش عنه حاجة. العربية لقيوها في اسكندرية مع واحد بيقول انه اشتراها من صاحبها. يعني ايه؟ كامل باع عربيته؟ احنا لازم نسافر اسكندرية دلوقتي حالا يا قاسم ونفهم ايه اللي بيحصل، وكمان في احتمال كبير ان كامل يكون هناك. عندك حق يا أمجد، انا جاي لك حالا وهنروح سوا. تمام، انا مستنيك. قاسم قفل المكالمة ونزل بسرعة على تحت. قابلته والدة رقية وهي جايباله واجب الضيافة. قاسم اعتذر منها بسرعة وقرب من توفيق واتكلم وهو مستعجل: انا اسف جدا يا حاج، لازم امشي دلوقتي حالا. خير يا ولدي، في حاجة حصلت ولا ايه؟ لا مفيش حاجة، بس جالي شغل مهم جدا ولازم اسافر اسكندرية حالا. يا ريت تطمنوني على زهرة لما تصحى. اطمن عليها يا ولدي وما تقلقش، ربنا يوفقك ويصلح حالك يا رب. يا رب، عن اذنكم. خرج من البيت بسرعة وراح على عربيته، ركبها وساق بجنون. في بيت عيلة الشرقاوي سعفان وصل بنته رقية قدام بيت حماها وبعدها مشي بالعربية. رقية دخلت البيت وهي حاسة براحة غريبة علشان زهرة مش موجودة. قربت من الحاجة زينب وندى اللي كانوا قاعدين: ازيكم؟ بصت لها الحاجة زينب بنظرة كلها غضب وردت ندى بهدوء: الحمد لله يا رقية، طمنينا على زهرة، عاملة ايه دلوقتي؟ اهي بتدلع شوية. يعني ايه بتدلع؟ مش زهرة كانت تعبانة كيف ما جدي قال لابويا؟ اصل نفسيتها تعبانة شوية، بتقول انها مش طايقة تبص في وش حد. الحاجة زينب فقدت اعصابها وقالت بغضب: والله احنا اللي مبقناش طايقين نبص في وش واحدة منكم من يوم ما دخلتوا الدار وانتوا دخلتوا علينا بالخراب. وقفت رقية بكل برود وردت:
أصل تنين كتير عليكم، كان كفاية تاخدوا مننا واحدة بس. بصت لها ندى بدهشة، ورقية طلعت على فوق وهي مش فارق معاها. شفت البت وكلامها وعمايلها؟ بصراحة ليه حق كامل أخويا يطفش من وشها. فوق في الدور التاني قابلت صفاء رقية وهي رايحة أوضتها. حمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال العروسة التانية فين؟ سمعت إنها تعبانة. تغور، أهو ارتاح منها شوية، ما بقتش طايقة أشوفها قدامي. وناوية تعملي إيه؟ هخلي جاسم يشوف بنفسه الفرق بيني وبينها. صفاء فتحت عينيها بدهشة وقالت يعني ناوية تعملي إيه بالظبط؟ شوقتيني. ناوية خليه يتمنى إن أكون أني مرته. شكلك ناوية على كل خير. طبعا ماني مش هتنازل عن حقي واصل. تاني يوم الصبح بدري في اسكندرية، قاسم وصل مع أمجد لاسم الشرطة، وأمجد دخل مكتب الضابط وطلب يشوف الراجل اللي كان معاه عربية كامل. بعد شوية دخل راجل باين عليه الخوف بيتكلم وهو متوتر. والله يا باشا أنا اشتريتها من صاحبها. اسمه إيه صاحبها؟ اسمه بصراحة مش عارف يا باشا، ما قالش اسم. يعني إيه ما قالش اسم؟ أمال اشتريت منه العربية إزاي؟ طيب هو فين دلوقتي؟ والله يا باشا أنا معرفوش، ده واحد جه يبيع لي العربية وأنا اشتريتها، وأكيد يعني مش هقعد أسأله رايح فين وجاي منين، ولا كمان هسأله عن اسمه. فين أوراق العربية اللي تثبت إنه باعها لك؟ يا باشا أوراق إيه؟ ده قال إنه معهوش أوراق وكان محتاج فلوس ضروري، وأنا اشتريتها منه علشان أفك أزمته. أنت هتستهبل يا راجل أنت؟ يعني إيه اشتريت عربية من غير ورق؟ يا باشا أنا ميكانيكي عربيات، وبشتري أي عربية من غير ورق عادي، وباخد منها قطع الغيار اللي أنا محتاجها وبمشي شغلي يعني. يعني بتشتغل في العربيات المسروقة؟ يا باشا مسروقة إيه؟ دي عربيات من غير ورق بس. قاسم طلع الموبايل وفتح صورة فيها هو وكامل ودياب ومصطفى أخو دياب اللي مات، ووراها للراجل وهو بيتكلم بلهفة. طيب بص كويس كده في الصورة دي، اللي باعلك العربية مين في دول؟ الراجل بص للصورة بخوف ومد ايده اللي بتترعش على الشاشة. هو ده يا باشا. قاسم اتنفس براحة وقال لأمجد بلهفة هو كامل يا أمجد، يبقى أكيد كامل هنا في اسكندرية، يبقى إن شاء الله هنلاقيه، وأنا مش هرجع من غيره حتى لو لفيت البيوت هنا بيت بيت وأسأل عليه. في بيت عيلة المهدي، زهرة صحيت وبصت حواليها، لقت نفسها في أوضتها في بيت جدها. اتعدلت في مكانها ومدت ايديها على رقبتها، حست إنها اتحسنت الحمد لله. دخلت مرات عمها وهي بتضحك وبتتكلم بسعادة. صباح الورد على عيونك يا حبيبتي، كيفك النهاردة؟ لسه حاسة بتعب؟ شاورت بلأ. يا حبيبتي حاولي تتكلمي حتى لو بصوت ضعيف، نفسي أسمع صوتك وحشنا كلنا يا بنتي. زهرة ابتسمت وبصت حواليها وبالإشارة سألتها هو جوزي ما سألش عليا؟ كيف ما سألش؟ ده جه امبارح بالليل وطلع يطمن عليك بنفسه، بس مشي على طول، شكله كان عندي شغل وقال أول ما تفوقي نطمنه. زهرة ابتسمت وقلبها دق جامد لما عرفت إن قاسم جه وسأل عليها، وحست إنها مشتاقاله قوي. حركت إيديها بالإشارة تاني وقالت أنا عايزة أروح بيت جوزي. يا حبيبتي انتي محتاجة رعاية، وجدك استأذن حماكي وجوزك إنك تفضلي هناك كام يوم وهم وافقوا، ولا انت زهقتي مننا؟ شاورت بلأ وبعدها شاورت بس أنا عندي امتحان وكتبي وكل حاجتي هناك وأنا لازم أذاكر. خلاص يا حبيبتي أنا هكلم رقية تلملك حاجتك وتبعتها لك، وهو تكوني هناك في وسطنا. زهرة قلبها دق بسرعة وقلق وشاورت تاني. هي رقية رجعت هناك؟ أيوة يا حبيبتي، قالت لازم ترجع عشان جوزها، وكمان ما يصحش تسيبوا بيت حماكم فاضي. زهرة بصت لها بدهشة وكانت بتفكر ليه رقية أصرت ترجع لوحدها، هي عارفة كويس إن محدش كان هيعترض لو فضلت هنا. مرات عمها وقفت وقالت بابتسامة طيب يلا أنا هجهز لك الفطور وأعمل لك حاجة دافية تشربيها مع العلاج. زهرة هزت راسها بهدوء وبصت لها وهي خارجة، وقلبها مليان قلق من تصرفات رقية. وقفت من على السرير وراحت على المراية، بصت لنفسها فيها ومدت ايديها على رقبتها بخوف، لكن بعدها ابتسمت بهدوء ونطقت اسم قاسم بصوت ضعيف. قاسم. اتنفست بسعادة لما سمعت صوتها وحاولت تاني قاسم. فرحت جدا وبصت في المراية وهي مبتسمة، حطت ايديها على رقبتها وقالت في سرها نفسي اشوفه دلوقتي واناديه باسمه. في بيت عيلة الشرقاوي، رقية خرجت من اوضتها وبصت حواليها بقلق. بصت على اوضة قاسم، افتكرت انه رجع ونايم جوه. قربت من الباب وبصت حواليها بخوف
وبعدها فتحت الباب بسرعة ودخلت الأوضة. قفلت الباب وراها وبصت حواليها. الأوضة كانت متوضبة وما فيهاش حد. اتنهدت بغضب وقالت وهي بتبص حواليها: مش كان زمان دي اوضتي انا دلوك؟ قعدت على السرير وهي بتمسح عليه. وده كان زمانه سريري اللي بيجمعني انا وحبيبي. بصت على الدولاب، قربت منه وفتحته. شافت هدوم قاسم قدامها، ابتسمت بسعادة. اخدت قميص من هدومه وقربته من وشها تشم ريحته. وبعدين فتحت الناحية التانية من الدولاب، شافت هدوم زهرة. بصت لها بنظرة كلها غيرة وحقد، وبعدها دمها اتحرق لما تخيلتها نايمة بالهدوم دي في حضن قاسم. النار قدت جواها، مسكت فستان من هدوم زهرة وقطعته بعنف ورمته على الأرض. داست عليه برجليها، وبعدها أخدت فستان تاني وقطعته، وفضلت تقطع وتقطع وترمي الهدوم على الأرض وتدوس عليهم وهي بتتنفس بغضب. قعدت على السرير وهي مرهقة، عينيها مليانة نار، وبصت على هدوم زهرة المتقطعة وقالت وهي بتحط ايديها على قلبها: النار دي جوه قلبي اني. سمعت صوت ندى بره وهي بتتكلم مع صفاء مرات عمها. قامت بسرعة ولمت الهدوم من على الأرض ورمتهم جوه الدولاب، وقفلت بسرعة قبل ما حد يشوف. وقفت متوترة خايفة ندى تدخل وتشوفها. قربت من الباب وسندت عليه وهي بتسمع كلامهم: رايحة فين يا ندى؟ داخلة أصحي رقية تكلم أمها في التليفون. أمال دياب فين؟ مش باين. دياب مرجعش من امبارح، مش بيرد على محموله. طيب مش تدخل تصحي جاسم الأول؟ رقية حطت ايديها على قلبها بخضة، مرعوبة انها تدخل وتشوفها جوه أوضة قاسم. ما هو جاسم مش هنا، هو أصلا ما جاش من امبارح، ولسه مكلم أبويا من شوية وطمنوا على كامل، وبيقول إنه جرب يوصله الحمد لله. طب الحمد لله، روح انتي بقى وانا هصحي رقية واطمنها ان كامل هيرجع قريب. بس بيتهيألي ان الخبر ده مش هيطمنها واصل. قصدك ايه يا ندى؟ ندى قالت وهي نازلة السلم: ما قصديش حاجة يا مرات عمي، أنا نازلة وصحيها انت على راحتك. فضلت صفاء باصة وراها وهي نازلة باستغراب، حاسة ان في حاجة غريبة في كلامها، لكن طنشت وبصت على أوضة قاسم بمكر، وقربت منها وبتهمس وهي بتخبط خفيف على الباب: اخرجي يا بنتي، الدار أمان. رقية كانت واقفة ورا الباب سامعة كلامها. فتحت الباب بهدوء وبصت قدامها، لقت صفاء واقفة بتبصلها بخبث. اطلعي، وانا اللي افتكرت ان جاسم جوه. رقية خرجت وقفلت الباب وبصت لها باستغراب: يعني انت كنت عارفة ان جوه؟ ايوه طبعا، شفتك وانت داخلة تتسحبي. يعني انت كنت عارفة ان جوه؟ ايوه طبعا، شفتك وانت داخلة تتسحبي، وعشانك ده كنت عايزة تبعتي ندى تصحي جاسم وتشوفني جوه؟ ما هاني كنت فاكرة ان جوه معاكي كمان، يعني كنت عايزة تفضحيني؟ ما هو عشان اللي انت رايداه يحصل لازم تحصل فضيحة. رقية بصت لها بغيظ، وصفاء كملت بمكر: وبعدين خلاص، كلها النهاردة ولا بكرة وجوزك حبيبك هيرجع، وساعتها تنسي جاسم واصل، وحلال على زهرة بقى تتهنى بيه. جاسم مش هيكمل مع زهرة، جاسم ليا أني وبس، فاهمة؟ أيوة فاهمة طبعا، بس لازم تتكلمي قبل ما كامل يرجع، وتقولي الكلام اللي أنا قلتهولك قبل كده، وتفهم الكل هنا إن كامل ما ينفعش للجواز. رقية فضلت ساكتة شوية وبصت قدامها بتفكير، وهمست لنفسها بصوت واطي: يا ريت جاسم يقدر كل اللي بعمله علشانه ده، ويعرف إن مفيش واحدة تستحقه إلا أني. بالليل جوه مديرية الأمن دخل ضابط مكتب مدير الأمن، وقف باحترام بعد ما سلم: تمام يا فندم، احنا اتأكدنا من صحة البلاغ اللي جالنا. مش معقول، يعني الحاج رفعت طلع فعلا بيتاجر في السلاح؟ ايوه يا فندم، وبيخزنه في واحد من المخازن اللي في اخر البلد. متأكد يا سالم ان البلاغ اللي جالك ده صحيح؟ ما تنساش انه بلاغ من مجهول، ولو اقتحمنا المخزن وطلع مفيش حاجة هتحصل مصيبة كبيرة. ده الحاج رفعت من كبار البلد، والناس كلها بتحبه وليه هيبته. يا فندم حضرتك علمتنا ان مفيش حد فوق القانون، والبلاغ بيأكد ان الحاج رفعت من كبار تجار السلاح، وان المخزن بتاعه مليان أسلحة دلوقتي. يبقى تقتحموا المخزن النهاردة وجهز القوة اللي هتطلع معاك، لكن كل حاجة تتنفذ بسرية تامة لحد ما نتأكد بنفسنا من صحة البلاغ ونلاقي السلاح فعلا في مخزن الحاج رفعت. تمام يا فندم، أنا هجهز القوة ونستنى الإشارة من سعادتك علشان نتحرك. تمام يا سالم، اتفضل روح جهز نفسك انت والرجالة. الضابط خرج ومدير الأمن بص قدامه بحزن وهمس لنفسه: ليه تعمل كده في نفسك يا حاج رفعت؟ ليه تلوث اسمك وسمعتك وانت في آخر أيامك؟
بالليل في اسكندرية، قاسم واقف هو وأمجد قدام البحر ساكتين شوية لحد ما أمجد اتكلم بتعب. احنا لفينا تقريبا على نص الفنادق اللي هنا، بس مش عارف، عندي إحساس إن كامل مش في فندق أصلا. أمال هيكون فين؟ أكيد في مكان صعب نوصله، علشان عارف إنك هتدور عليه، فمستخبي في حتة محدش يتوقعها. ولو فعلا هروبه له علاقة باللي أنا عرفته، يبقى أكيد مستخبي في مكان عارف إني صعب أوصله. وبعدين يا قاسم، انت عارف ان صعب جدا نلاقيه وسط كل الناس دي، مش يمكن لما يهدى شوية يرجع لوحده؟ انا عارف هو ليه هرب يا امجد، علشان ما يكرهنيش، لكن انا مش هسيبه يضيع عمره في الهروب، لازم الاقيه، ومش هرجع من غير اخويا. رمى قاسم حتة حجر صغيرة في المية وبص للبحر الواسع ورفع وشه للسما وقال من قلبه: يا رب، يا رب انت اللي عارف اخويا فين دلوقتي، قربني ليه يا رب. على الناحية التانية من البحر، كامل كان قاعد مع صياد كبير في السن قدام كوخ صغير معمول من الخشب بيطل على البحر. هي دي بقى كل حكايتي، ده انت حكايتك تنفع مسلسل يا عم عرفة. يا ابني لا مسلسل ولا حاجة، الدنيا مليانة حكايات. عندك حق، فعلا الدنيا مليانة حكايات، ولسه برضو مش عايز تحكي لي حكايتك يا كامل؟ في اللحظة دي قربت بنت جميلة شايلة صينية فيها كوبايتين شاي. معلش يا أستاذ كامل، أصل أبويا كده بيحب الحكاوي قوي. كامل بص في الأرض بكسوف، وعم عرفة قال لبنته: والحمد لله ربنا بعتلي كامل يسمع حكاياتي. هو أنت لسه عندك حكايات يا عم عرفة؟ هو أنا حكيت لك لما رحت بورسعيد؟ أيوة، مش لما اصطدت سمكة طولها 10 متر، ولما صاحبك زعل عشان مش عارف يصطاد زيها، قمت انت رميها في البحر تاني. أيوة هي دي. بس في سؤال نفسي أسأله لك يا عم عرفة، كيف كنت انت وصاحبك على مركب طولها 5 متر وقدرتوا تصطادوا سمكة طولها 10 متر ووزنها 10 طن؟ يعني أفهم عملتها كيف دي؟ عم عرفة بص فوق كده بتفكير، وشمس بنته ما كانتش قادرة تمسك ضحكتها، وقالت لكامل: عملها في خياله طبعا. كامل ضحك، وعم عرفة قال: انتوا بتتريقوا؟ لا طبعا، ومين يقدر يتريق على أطيب إنسان في الدنيا؟ قربت من أبوها وبسته على راسه، ابتسم عم عرفة، وشمس سابتهم ودخلت البيت تاني. كامل نزل عينه علشان ما يبصش عليها، وعم عرفة قال بحزن: اهي دي يا كامل شمس بنتي، الحكاية الحقيقية الوحيدة في حياتي، هي الحلوة اللي بتسكر مر الأيام. ربنا يخليها لك يا عم عرفة يا رب، ويريح قلبك يا ابني وينور بصيرتك يا رب. في البلد قدام مخزن عيلة الشرقاوي وصلت عربيات الشرطة، ونزل منها الضباط والعساكر مستعدين للاقتحام. بعد ما جت الإشارة، الكل بدأ يتحرك لمكانه وحوطوا المخزن من كل الاتجاهات. اتقدمت مجموعة منهم وقربوا من باب المخزن وفجروا الأقفال الحديد التقيلة. أول ما فتحوا الباب اتصدموا من اللي شافوه. المخزن كان مليان صناديق خشب كبيرة جدا. الضابط سالم قرب من واحد من الصناديق وفتحه، اتفاجئ انه مليان أسلحة. على طول فتح جهاز اللاسلكي وقال لمدير الأمن: تمام يا فندم، البلاغ طلع صح، المخزن فعلا مليان أسلحة. مدير الأمن سمع الإشارة من سالم وبص للضباط اللي حواليه وقال بجدية: البلاغ طلع مظبوط، اقبضوا على الحاج رفعت. في بيت عيلة المهدي، زهرة كانت قاعدة ماسكة الفون وبصة فيه للمرة المليون من الصبح، لكن مفيش لا مكالمة ولا رسالة من قاسم. اتنهدت بحزن وقالت لنفسها: شكله لسه زعلان مني علشان كلام رقية. بصت قدامها وهي بتفكر تعمل ايه دلوقتي، تفضل قاعدة مستنية قاسم يكلمها، ولا تروح بنفسها بيت جوزها وتتكلم معاه وما تسيبش رقية تبوظ حياتها أكتر من كده. وقفت بعد ما أخدت قرارها ونزلت تحت علشان تقول لجدها إنها عايزة ترجع بيت جوزها حالا. في بيت عيلة الشرقاوي، رقية خرجت من أوضتها ونزلت تحت، كانت عايزة تفهم ايه اللي بيحصل وقاسم فين وليه لحد دلوقتي مرجعش. في الصالة، الحاج رفعت كان قاعد ماسك العكاز بتاعه مستني تليفون من قاسم يطمنهم وصل لحد فين في موضوع كامل. كان قاعد معاه أخوه مندور، والست زينب قاعدة جنب بنتها ندى، وصفاء قاعدة قصادهم. دخل دياب واتكلم بسخرية وهو بيضحك: هو جاسم لسه ما اتصلش؟ لا يكون هرب هو كمان. عمه بصله بطرف عينه بحدة، ومندور بصله بغضب، ومراته ندى بصت له بغيظ لكن سكتت. نزلت رقية وقالت ببرود: مفيش أخبار جديدة؟ بصولها كلهم لكن محدش رد. قعدت جنب صفاء وقالت في سرها بضيق: عنكم ما رديتوا.
دياب وقف بملل بيفكر يزوغ ازاي من القعدة المقرفة دي، لكن بعد لحظات سمعوا صوت عربيات الشرطة جاية ناحية البيت. دياب قلبه وقع من الخضة وحس ان الشرطة جاية له هو. هي الحكومة جاية عندنا ولا ايه؟ الحاج مندور قال كده وقام بسرعة، والحاج رفعت وقف هو كمان ساند على العكاز بتاعه. دخل الضابط ومعاه 2 من العساكر. السلام عليكم. الكل رد السلام بقلق، والحاج رفعت قال باستغراب خير يا حضرة الضابط. دياب كان باصص للضابط بخوف شديد وشكله هيفقد وعيه من الرعب. احنا عايزينك معانا يا حاج رفعت. في ايه يا حضرة الضابط؟ حد من عيالي حصل له حاجة؟ لا يا حاج رفعت، احنا عايزينك انت. دياب وقتها اخد نفس عميق براحة. عايزين الحج ليه يا باشا؟ طمنا. عندي امر بالقبض على الحاج رفعت. زينب شهقت وضربت على قلبها وهي بتصرخ يا مصيبتي. اهدي يا ام جاسم، اكيد في حاجة غلط. لا يا حاج رفعت، مفيش حاجة غلط، معايا اذن بالقبض عليك بتهمة التجارة في السلاح. الكل اتصدم. دياب فتح عينه بذهول. ندى وامها شهقوا بصوت عالي، والحاج رفعت بص للضابط مذهول ومش مصدق. الضابط بص للعساكر وقال هاتوه. مندور اتنرفز وقال بغضب هو ايه هاتوه دي؟ انتوا اتجنيتوا ولا ايه؟ ده الحاج رفعت الشرقاوي، البلد كلها بتحلف باسمه. بعد اذنك يا حاج مندور، الكلام ملوش لازمه دلوقتي، انا بنفذ اوامر وبس. الحاج رفعت بص لاخوه قال بثبات ما تجلكش يا مندور، اكيد في حاجه غلط. في بيت عيله الشرقاوي الحاج رفعت وهو واقف قدام الضابط. انا جاي معاك بنفسي يا حضره الضابط، وانا مش مجرم عشان رجالتك يمسكوني كده. ندى بدات تعيط، والحاجه زينب صرخت وهي منهاره من العياط. رقية كانت واقفه متجمده مكانها مش قادره تصدق اللي بيحصل، وصفاء كمان وقفت ومش قادره تنطق. اما دياب فوشه مخطوف وقلبه هيقف من الرعب. مندور اتكلم بسرعه وهو رايح ناحيه اخوه. ما تجلكش يا اخوي، انا جاي وراك بالمحامي حالا. خرج الحاج رفعت مع الضابط، وصوت الحاجه زينب بيعلى بالعياط اكتر بعد ما شافت جوزها خارج بالطريقه دي، وندى كانت بتعيط وهي بتحاول تسند امها. قرب مندور من دياب ابنه وقال يلا بينا نروح ورا عمك ونكلم المحامي في الطريق. لا، اروح فين يا ابوي؟ انا ماليش صالح بالموضوع ده. يعني ايه ماليك الصالح؟ ايوه ماليش صالح يا ابوي، لا ياخدوا اي حد من العيله ويفكروا ان احنا شغالين مع عمي في السلاح. سلاح ايه اللي عمك بيشتغل فيه يا واد يا مخبول انت؟ ولدي عنده حق، ممكن ياخدوا اي حد منكم ويفكر انكم بتشتغلوا مع اخوك. بنشتغل مع اخويا ايه يا وليه خرفانه انتي؟ ومن ميت اخويا بيشتغل في السلاح اصلا؟ الحكومه قالت انه بيشتغل في السلاح، يبقى بيشتغل في السلاح خلاص. مندور سابها وخرج جري ورا الضابط علشان يلحق اخوه. في اللحظه دي ندى صرخت باعلى صوتها لما شافت امها بتقع على الارض فاقده الوعي. رقية وقفت مصدومه من المنظر، وصفاء واقفه بتبص لهم بقسوه وبرود كانها مش شايفه حاجه. ندى كانت بتعيط وهي بتحاول تفوق امها وبتصرخ حد يساعدني بالله عليكم، حد يجيب دكتور لامي. لكن محدش اتحرك، كله كان ساكت كانهم تماثيل. فضلت ندى تصرخ وتعيط وهي شايله امها وبتطلب المساعده بصوت كله وجع. في بيت عيله المهدي كانت زهره قاعده مع جدها وعمها سعفان ومرات عمها، وكان في صمت غريب في المكان كأن الكل حاسس ان في حاجه زهره عايزه تقولها. الحاج توفيق بصلها بابتسامه دافيه وقال خير يا حبيبتي، شكلك عايزه تقولي حاجه. زهره حست انها مكسوفه وما كانتش قادره تتكلم بسهوله، كانت متوتره جدا ومش عارفه تبدا ازاي، خصوصا ان اللي عايزه تطلبه مش سهل، انها ترجع بيت جوزها. فضلت تفرك في ايديها وهي ساكته. سعفان لاحظ توترها وقال ايه الحكايه يا زهره؟ اكده جلكتينا. بصت له زهره بتردد وبدات تفتح بقها تتكلم، لكن قبل ما تطلع كلمه رن فون عمها وقطع الموقف كله. بص سعفان على الفون وقال باستغراب ده محمول من دار الشرقاوي، هتلاقيها رقية بتطمن على بنت عمها. بصت ام رقية لزهرة بتوتر واضح كأنها حاسة ان في حاجة مش طبيعية. الو؟ ايوه يا ابويا، انا رقية بنتك. ايوه يا رقية، خير؟ الحق يا ابويا، في مصيبة حصلت هنا. مصيبة ايه يا رقية كفلنا الشر؟ زهرة قلبها بدأ يدق بسرعة والقلق مالي وشها وهي سامعة كلمة مصيبة، وام رقية وشها اصفر من الخوف ان بنتها تكون عملت مصيبة وجابت العار للعيلة. الحكومة جم خدوا الحاج رفعت وبيقولوا انه تاجر سلاح. سعفان اتصدم وقال هو مش مصدق.
ايه الحديث اللي بتقوليه ده يا رقية؟ انت اتجنيتي ولا ايه؟ والله يا ابويا هو ده اللي حصل، الحكومة جت خدوه دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. الحاج رفعت؟ زهرة وشها اصفر فجأة وافتكرت ان الحاج رفعت مات، فقامت بسرعة وهي بتسأل بقلق، لكن عمها كمل مكالمته. مين اللي راح معاه الجسم؟ زهرة كانت واقفة بتسمع ومش فاهمة أي حاجة، لكن بدأت ترتب الأحداث في دماغها. عمي مندور لحاله. أمال جاسم وكامل فين؟ معرفش راحوا فين، ومفيش حد في الدار هنا غير الحريم دلوقتي. طب خليكي عندك يا رقية وأنا هشوف الموضوع ده دلوقتي. قفل الفون وبص قدامه وهو تايه وقلب دهشة. معقول الحاج رفعت بيتاجر في السلاح؟ زهرة بصت له مصدومة وجدها اتكلم بسرعة. خير يا سعفان، جلكتنا، رقية جلت لك ايه بالظبط؟ بتقول ان الحاج رفعت اتقبض عليه وبيقولوا انه بيتاجر في السلاح. ام رقية شهقت من الصدمة وزهرة عينيها دمعت من الذهول. الحاج توفيق قال وهو مصدوم. كلام ايه ده؟ الحاج رفعت عمره ما يعمل حاجة كيف دي واصل، بس الحكومة ما تقبضش على حد كده وخلاص، لازم يكون عندهم دليل. الحاج رفعت عمره ما يعمل كده يا سعفان، ولو حكومة البلد كلها قالت كده برضو أنا هقول لك إن الحاج رفعت بريء. والعمل إيه دلوقتي يا أبوي؟ زهرة اتكلمت لأول مرة بصوت واضح وثابت. العمل إن احنا نقف مع الحاج رفعت ونثبت براءته. الكل اتفاجئ إن صوتها رجع. الحاج توفيق ابتسم بفرحة وقال وهو بيتهز من السعادة. زهرة انت صوتك رجع؟ الحمد لله يا جدو. قامت مرات عمها حضنتها وقالت ألف مبروك يا حبيبتي. لو سمحت يا جدي أنا لازم أروح القسم دلوقتي وأكون مع حماية وجوزي. سعفان رد بسرعة وقال بس جوزك مش مع أبوه، رقية بتقول محدش راح غير عمه مندور ومحدش عارف جاسم ولا كامل فين. يبقى لازم أكلم أستاذ حافظ ونروح القسم نقف مع الحاج رفعت لحد ما قاسم يوصل. جسم ايه اللي تروحيه؟ انت تقعدي مع الحريم في الدار ومالكيش صالح بالكلام ده، ما عندناش ستات تروح اقسام. ما تنساش يا عمي ان انا محامية وشغلي بيفرض عليا ادخل اقسام ومحاكم. ما تنسيش انك لسه ما بقيتيش محامية اصلا. كلها كام يوم وخلص امتحاناتي واكون محامية رسمي يا عمي. انا مش عايز حديث كتير، اللي قلته هيتنفذ غصب عنك. الحاج توفيق اتدخل. ما فيش حاجة اسمها غصب عنها يا سعفان، زهرة بتتكلم صح وهي لازم تقف جار حماها. حاول سعفان يرد لكن ابوه قطعه وقال بس يا زهرة يا بنتي مش هينفع تروح الجسم من غير اذن جوزك، يمكن وجودك هناك يحرجه. زهرة فكرت لحظة وقالت حاضر يا جدو، هحاول اكلم قاسم واستأذنه الاول. كلميه وشوفي رده، ولو ما ردش جهزي حالك، عمك يوصلك دار حماكي في طريقه ويطلع هو على الجسم يقف معاهم وانت تستني مع الحريم هناك. حاضر يا جدو اللي تشوفه. زهرة طلعت فوق تغير هدومها وتحاول تكلم قاسم. سعفان قال لأبوه بعد ما زهرة طلعت جسم ايه اللي روحه يا ابويا، دي قضية سلاح، عارف يعني ايه؟ دي مصيبة، هي دي الأصول يا سعفان، لازم نقف مع الحاج رفعت لحد ما ربنا يظهر براءته. سعفان اتنهد بقلق وقال وهو مش مقتنع حاضر اللي تشوفه يا ابويا. فوق في أوضة زهرة أخدت فونها وحاولت تكلم قاسم، لقت رقمه مقفول. فكرت انه يمكن يكون مع أبوه وقالت يمكن قفل تليفونه، فحطته على جنبه وهي زعلانة وبدأت تلبس وبالها مشغول بيه وبحاله بعد اللي حصل مع أبوه. في اسكندرية رن فون أمجد وهو واقف جنب قاسم. رد أمجد بهدوء ولحظة بعد كده تبدل هدوءه لصدمة. ايه؟ انت متأكد انه الحاج رفعت؟ في ايه يا أمجد؟ أبويا ماله؟ أبوك اتقبض عليه يا قاسم. قاسم اتصدم وقف عاجز عن الكلام من الصدمة. أبويا ايه؟ ضابط صاحبي في المديرية كلمني دلوقتي، عارف ان انا وانت صحاب، بلغني ان الحاج رفعت عندهم في المديرية مقبوض عليه في قضية تجارة في السلاح. سلاح ايه؟ هو صاحبك ده مجنون ولا ايه؟ ازاي ابويا بيتاجر في السلاح؟ ده اكيد اتجننوا. اهدى بس يا قاسم، اكيد في حاجة غلط وممكن تشابه اسماء. هو ايه تشابه اسماء ده؟ مش فاهم. قاسم فتح فونه واتصل على عمه. رد عليه مندور. ايوه يا جاسم، انا عمال اكلمك من بدري يا ولدي، محمولك مكفول. انت فين يا عمي؟ وابويا فين؟ احنا في المديرية، جم قبضوا على ابوك وانا هنا هو معايا المحامي ولسه مش فاهمين حاجة. يعني ابويا اتقبض عليه فعلا؟ حاول ترجع يا جاسم، شكل الموضوع كبير وانا مش عارف اتصرف لحالي يا ولدي. خليك جنب ابويا يا عمي، انا هوصل قريب جدا. قفل قاسم التليفون وقال لأمجد
ابويا اتقبض عليه فعلا، لازم نتحرك دلوقتي. وطلع جري على العربية، ركبوا بسرعة وطلعوه. في مديرية الأمن الحاج رفعت كان قاعد ساند على عكازه والضابط قاعد معاه. قلت ايه يا حاج رفعت؟ اقول ايه يا باشا؟ والدنيا كلها عارفة مين رفعت الشرقاوي، وعارفين ان عمري ما مشيت في طريق فيه حرام. يبقى هتاجر في السلاح؟ كيف وليه؟ وانا عندي فلوس واراضي تكفي عيالي وعيال عيالي وعيالهم سنين قدام. ما كل تجار السلاح بيكونوا اغنياء يا حاج رفعت، وبعدين السلاح بيكسب كتير قوي، واظن انت زين اللي عارفين. يا باشا انا كل جنيه بملكه معروف مصدره ايه، واظن انتوا عارفين الحاجات دي زين. طيب تفسر بايه وجود الكمية الكبيرة دي من السلاح في المخزن بتاعك؟ اكيد يعني محدش متبرع لك بيهم. المخزن ده مكفول من سنين، وبقاله سنين ما اتفتحش. ومين معاه مفتاح المخزن؟ انا اللي معايا كل مفاتيح المخازن اهو، يعني محدش غيرك يقدر يفتح المخزن ده. وبعدين بالعقل كده يا حاج رفعت، ازاي واحد غريب هيحط سلاح بكل الكمية دي في مخزن مش بتاعه؟ مش عارف يا باشا، وصدقني انا معرفش حاجة واصل عن السلاح ده. انا راجل حجيت بيت ربنا 4 مرات، وعمري ما اعمل حاجة تغضب ربنا، لكن احنا بناخد بالادلة بس يا حاج رفعت، وكل الادلة اللي قدامي بدينك انت، وللأسف انا مضطر احبسك لحد ما تتعرض على النيابة. لله الامر من قبل ومن بعد. في بيت عيلة الشرقاوي وقف سعفان بالعربية قدام البيت، ونزلت زهرة فبصلها عمها وقال: خلي بالك من حالك انت وبنت عمك، وانا هروح الجسم اشوف ايه الحكاية. هزت راسها بهدوء ودخلت البيت. اتفاجئت بندى قاعدة على الارض بتعيط بهستيريا، وامها مرمية على الارض فاقدة الوعي. رمت زهرة شنطتها وجريت عليهم بسرعة. قربت من الحاجة زينب، حطت ايديها على النبض وقالت لندى: ندى ايه اللي حصل؟ مامتك مالها؟ ندى رفعت عينيها بذهول اول ما سمعت صوتها، لكن كانت منهارة ومش قادرة حتى تسأل ازاي زهرة بتتكلم. امي وجعت كده يا زهرة، وانا مش عارفة افوجها، وما عرفش اي دكتور اكلمه يجي يطمني عليها. هو مفيش حد هنا خالص؟ مرات عمي ورقية طلعوا وسابوني، وانا مش عارفة اعمل ايه. انا عمري ما اتصرفت في حاجة كيف دي، دايما ابويا واخويا هما اللي بيتصرفوا. طيب اهدي وما تخافيش، انا معاكي. قومي نسند الحاجة ونطلعها اوضتها، وانا هكلم الدكتورة اللي بكلمها دايما تيجي علشاني. وقفت زهرة ومدت ايديها لندى. ندى بصت لقيت زهرة، وزهرة هزت راسها كأنها بتشجعها تقوم. ندى مسكت ايديها وقامت، وسندوا الحاجة زينب بالعافية ورفعوها. في أوضة هنا فيها سرير، ممكن نحط أمي فيها علشان مش هنقدر نطلعها فوق لحالنا. تمام، هي فين؟ من هنا. دخلوا الأوضة اللي في الدور الأرضي، وندى فتحت الباب ودخلوا بالحاجة زينب. زهرة قعدت تاخد نفسها بتعب وقالت: أنا هكلم الدكتورة وهتيجي على طول، ما تخافيش. ندى قعدت جنب أمها على السرير، مسكت إيديها وفضلت تعيط بحزن، وهي فاكرة كل اللي حصل من ساعة ما الحكومة جت أخدت أبوها، وافتكرت ندالة جوزها دياب اللي سابهم ورفض يروح مع أبوه يقف مع عمه، وكمان افتكرت برود مرات عمها اللي كانت واقفة تبصلها وهي بتصرخ وبتطلب المساعدة وما اتحركتش. وما استغربتش من برود رقية مرات أخوها، لأنها عارفة إنها لا بتساعد حد ولا بتفكر في حد لنفسها. وقفت زهرة واتصلت بالدكتورة اللي بتتابع معاها، وطلبت منها تيجي حالا تطمنهم على حماتها، وقالت لها إنها عارفة إن ده مش تخصصها، لكن مش لاقية دكتورة تانية. الدكتورة فهمت الموقف ووافقت تيجي على طول. في القرية اللي جنبهم دياب راح عند بيت رجب وفضل يخبط على الباب جامد وهو باصص حواليه بخوف. فتح له رجب وقال بانفعال: ايه يا دياب، في حد يصحي حد كده بردك؟ دياب زقه لجوه البيت وقفل الباب بسرعة وقال: الحكومة مسكوا السلاح اللي في المخزن وقبضوا على عمي. رجب فتح عينه بصدمة ومسك دياب من هدومه بعنف وقال: نهارك مش فايت، انت بتقول ايه؟ اللي بقوله لك هو اللي حصل، قبضوا على عمي وممكن يعرفوا ان احنا اللي كنا مخبيين السلاح، وساعتها نروح في داهية. الكلام العبيط ده مش هيمشي عليا، انت اتصرفت في السلاح ده وعامل التمثيلية دي كلها عليا، صح يا دياب؟ والله العظيم اللي بقوله ده هو اللي حصل يا رجب، الحكومة جم وقبضوا على عمي دلوقت، يبقى السجن ارحم لك من اللي هيحصل لك يا دياب، اصل اصحاب السلاح دول ما عندهمش ارخص من الدم. دياب خاف اكتر، جسمه كله بيرتعش. يعني ايه يا رجب؟ يعني ممكن يقتلوني؟ بس انا ماليش صالح، معرفش الحكومة عرفوا كيف ان في سلاح في المخزن. رجب فكر شوية وقال: لو عايز تضمن حياتك انا هقول لك تعمل ايه.
قول يا رجب، ابوس يدك، انا مش عايز اموت. تدفع لهم تمن السلاح ده. ادفع لهم تمن السلاح كلته منين يا رجب؟ وانت عارف اني على الحديدة. ما هو لو عمك وعياله دخلوا السجن كل حاجة هتبقى ليك انت. طيب عمي شال القضية، عياله هيتسجنوا في ايه؟ بسيطة، يتحط لهم في عربياتهم كم حتة سلاح مع بلاغ صغير انهم بيتاجروا في السلاح مع ابوهم. يعني عمي وعياله يتسجنوا ظلم كده؟ لا، انت اللي تموت ظلم كده. بس لو ثبت انهم بيتاجروا في السلاح، مش الحكومة هتصادر كل فلوسهم؟ ساعتها نبقى نشوف حل. ممكن عمك يكتب كل حاجة باسم بنته بتاريخ قديم، وطبعا بنته دي تبقى مرتك. دياب بص قدامه بتفكير وعينيه لمعت بطمع. يا سلام يا رجب، لو ده حصل. هيحصل يا دياب، بس محتاج ترتيب كويس قوي، وانا هبلغ اصحاب الحاجة ان فلوسهم في الحفظ والصون لحد ما تخلص من عمك وعياله. في بيت عيلة الشرقاوي الدكتورة وقفت بعد ما خلصت الكشف على الحاجة زينب، وقالت لزهرة ان عندها صدمة عصبية جامدة، وادتها حقنة مهدئة وكتبت لها شوية أدوية على حسب حالتها. ندى كانت قاعدة جنب أمها لسه بتعيط ومش قادرة تهدى. الدكتورة أخدت زهرة على جنب واتكلمت معاها بهدوء. لازم تعرضوا الحاجة على دكتور قلب ضروري يا زهرة. بصت زهرة للحاجة زينب بحزن وقالت: حضرتك شاكة في حاجة؟ الأفضل إن دكتور قلب يشوفها ويطمنكم عليها. زهرة هزت راسها فابتسمت الدكتورة وطبطبت على دراعها وهي بتقول: مبسوطة جدا إني سمعت صوتك. الحمد لله يا دكتورة، وشكرا على وقفتك معايا. الدكتورة ابتسمت وبصت على ندى بحزن وقالت: يا ريت تحاولي تهديها شوية، حالتها صعبة جدا. زهرة ردت وعينيها على ندى اللي بتعيط: هحاول اتكلم معاها. تمام، انا همشي دلوقتي، ولو احتجتي اي حاجة في اي وقت كلميني. زهرة خرجت معاها ووصلتها لحد العربية اللي واقفة بره، وبعد كده رجعت البيت تاني. لقت رقية واقفة فوق السلم وبتزعق بصوت عالي: ايه اللي جابك دلوقتي يا زهرة؟ هو احنا ناقصين بلاوي؟ زهرة بصت لها بغضب وطلعت بخطوات ثابتة لحد ما وقفت قدامها. ايه اللي جابك هنا؟ انا هنا في بيت جوزي. رقية اتصدمت لما سمعت صوتها، رجعت لورا بخوف وبصت بذهول. انت بتتكلمي كيف؟ بتكلم زي ما ربنا خلقني. رقية فضلت بصلها ومش مصدقة، فزهرة كملت بسخرية: هو انت ما كنتيش عارفة ان موضوع صوتي ده مؤقت وهيروح؟ ولا صدقتي نفسك لما قلتي اني خرصة؟ الصدمة كانت واضحة على وش رقية، مش قادرة تنطق. زهرة هزت راسها بخيبة أمل وقالت: يا خسارة يا رقية، يا خسارة. وسابتها ومشيت ناحية أوضة الحاجة زينب، وندى دخلت وقفلت الباب وراها. رقية وقفت مكانها ومش مصدقة. صوتها رجع كيف؟ دي كده هتتكلم وهتقول كل حاجة. الخوف بدأ يسيطر عليها، جريت بسرعة على فوق ناحية أوضة صفاء علشان تقول لها إن زهرة صوتها رجع. جوه الأوضة اللي نايمة فيها الحاجة زينب، زهرة قربت من ندى وقالت بهدوء: ندى، ممكن نتكلم أنا وإنت شوية؟ ندى بصت لمامتها بخوف ومش عايزة تسيب إيديها. اطمني يا ندى، مامتك بخير الحمد لله، وما تقلقيش، احنا هنتكلم هنا. ندى بصت لها، فزهر هزت راسها بابتسامة وقاموا وقعدوا بعيد شوية عن الحاجة زينب. ليه الخوف ده كله يا ندى؟ انت مش لوحدك علشان تخافي كده. ندى بصت على أمها، دموعها نزلت أكتر وقالت: أنا النهاردة بجيت لوحدي يا زهرة. أمي كانت بتموت قدام عيني وأني ما قدرش أعمل لها حاجة. كنت بصرخ ومفيش حد سمع صوتي. لو ما كنتيش انت يا زهرة، أمي كانت ماتت وأني ما كنتش عارف أعمل لها حاجة. بعد ما الكل سابنا، جوزي هرب ورفض يقف جار عمه، ومرات عمي كانت واقفة بتتفرج علينا وأني بصرخ وبطلب المساعدة. حتى رقية بنت عمك طلعت أوضتها وما فكرتش حتى تساعدني أرفع أمي من على الأرض. وش زهرة اتغير، الغضب بان عليه. مسكت إيد ندى بقوة وقالت: حبيبتي ما تزعليش، أنا معاكي ومش هسيبك لوحدك، وكمان شوية هتلاقي إخواتك ووالدك راجعين وكلنا هنكون حواليكي. أنا حاسة إن ظهري اتكسر من غير أبويا وخواتي. طول ما هم كانوا موجودين عمري ما شلت هم حاجة. إن شاء الله هيرجعوا يا ندى، لكن أنا عايزاكي تكوني أقوى من كده شوية. شكرا يا زهرة، شكرا عشان وقفتي جاري. لو عايزة تشكريني بجد، قومي اغسلي وشك وغيري هدومك دي. ندى بصت على أمها: ما تخافيش يا ندى، أنا هفضل جنبها. ندى ابتسمت شوية وحست براحة إنها سايبة أمها مع زهرة، وخرجت من الأوضة مطمنة وطلعت فوق علشان تغير. فوق في أوضة صفاء، رقية كانت واقفة قدام صفاء مصدومة، وصفاء بتكلمها بصوت حاد: انت هتوجعي لي دماغ انت وبنت عمك دي ولا ايه؟ خديها وغوروا من هنا بقى،
خلاص الحدوتة خلصت. ايه يعني انت مش هتساعديني اطلع زهرة من الدار؟ داني اطلعك انت قبلها وبفضيحة كمان، اول ما الكل هنه يعرف اللي قلتي له كامل. شوفي بقى جاسم هيعمل فيكي ايه. يعني كنت بتمشيني وراكي عشان تفضحيني في الاخر؟ ندى كانت طلعت فوق وسمعت صوت رقية العالي من جوه اوضة صفاء. قربت من الباب وفضلت تسمع وهي مصدومة. انت اللي فضحتي حالك يوم ما نسيتي ان في حاجة اسمها جسمة ونصيب، مش كل اللي عايزاه لازم يحصل. وانت كنتي حاطة عينك على جاسم ومستعدة تعملي اي حاجة عشان يتجوزك. ندى شهقت بصوت عالي وحاولت تكتم نفسها بسرعة. رقية وصفاء سمعوا صوت بره. ندى جريت بسرعة على اوضتها وقفلت الباب وراها وهي بتنهج. صفاء فتحت باب اوضتها وبصت يمين وشمال، ما لقتش حد. رقية قربت منها وقالت بخوف: في حد سمعنا؟ لا مفيش، روحي على اوضتك شوفي هتعمل ايه مع بنت عمك، انا مش فاضيالكو. خرجت من الاوضه وهي بصلها بغضب وراحت اوضتها. وصفاء قالت وهي بتهمس بعنف: ده انا لو اطول اولع فيك انت وبنت عمك هعملها، ورحمه ولدي اللي مات على يد عمك. في اوضه ندى كانت ساندة على باب اوضتها بتكتم شهقتها، مصدومه ومش قادره تصدق اللي سمعته دلوقتي. قدام مديرية الأمن قاسم وصل بعربيته، كان سايق بجنون، نزل منها قبل حتى ما تقف، جري على جوه المديرية ووراه أمجد. قرب قاسم من عمه وهو بيقول بلهفة: عمي أبويا فين؟ أبوك جوه يا جاسم ومش راضيين يخلونا نشوفه واصل. أمجد قال: أنا هروح أشوف إيه اللي بيحصل وأحاول أخليك تقابله. جه الأستاذ حافظ كان بيهز راسه بحزن: إزيك يا قاسم؟ طمني يا أستاذ حافظ، إيه اللي حصل؟ للأسف يا قاسم موقف الحاج رفعت صعب جدا، لقوا في المخزن كمية سلاح كبيرة، وكمان الحاج قال إن مفيش حد معاه مفتاح المخزن غيره، يعني كده التهمة ثبتت عليه للأسف. إزاي ثبتت عليه؟ ده الحاج رفعت الشرقاوي والدنيا كلها عارفة هو مين الحاج رفعت، فجأة كده يقولوا تاجر سلاح؟ للأسف مفيش دليل واحد يخرجه، وهنضطر ننتظر لحد ما يتعرض على النيابة الصبح. أبويا مش هيتحبس ولا هيفضل هنا لحظة واحدة يا أستاذ حافظ، بس مش هينفع يخرج يا قاسم إلا لو لقينا صاحب السلاح ده واعترف هو ازاي خزن السلاح في المخزن بدون علم الحاج رفعت. بص قاسم قدامه بتفكير واتكلم بقوة: أنا عارف مين صاحب السلاح ده. وقف مندور بصدمة وبص الأستاذ حافظ لقاسم بذهول: مين صاحب السلاح ده يا قاسم؟ اتكلم مندور: مين صاحب السلاح ده يا جاسم؟ وكيف انت تعرف الموضوع ده وما قلتلناش؟ وكيف تعرف الموضوع ده وما تقولناش؟ بص قاسم لأستاذ حافظ واتكلم بإصرار: بعد إذنك يا أستاذ حافظ، بلغ مدير الأمن إن أنا أعرف مين صاحب السلاح الحقيقي. مين يا قاسم صاحب السلاح؟ أنا صاحب السلاح. اتصدم مندور وبص أستاذ حافظ لقاسم بذهول: سلاح إيه يا جاسم اللي أنت صاحبه؟ وأنت من متى وأنت بتشتغل في الحرام؟ اتكلم أستاذ حافظ بعد ما فهم ليه قاسم عايز يحمل نفسه المسؤولية: اللي أنت عايز تعمله ده غلط يا قاسم، مش حضرتك قلت ان لو صاحب السلاح اعترف على نفسه ابويا هيطلع؟ انا فعلا قلت كده، صاحب السلاح الحقيقي مش انت يا قاسم، وانا عارف كويس ان انت عايز تشيل القضية علشان تخرج والدك، لكن اوعدك ان انا هعمل المستحيل علشان اخرجه. المستحيل ده تعمله وانا في السجن مش ابويا. انا مش هسمح ان ابويا الحاج رفعت يتهان ويتحبس ويتقال عليه رد سجون. ده الحاج رفعت الشرقاوي كبير البلد كلها وليه هيبته اللي بيعمل لها حساب الكبير قبل الصغير. اتكلم مندور بحزن: ربنا يبارك فيك يا ولدي. غلط يا قاسم، انت لو اعترفت على نفسك دلوقتي صحيح الحاج رفعت هيطلع، لكن انت موقفك هيبقى اصعب من موقفه لانك هتكون معترف. مفيش حاجة في الدنيا اهم من ان ابويا يخرج من هنا، ومش مهم اي حاجة تانية بعد كده، حتى لو عمري كله هيضيع في السجن فدا ابويا. قرب منهم امجد واتكلم بحزن: للأسف موقف الحاج رفعت صعب جدا، أنا جاهز للاعتراف يا أستاذ حافظ، اتفضل لو سمحت بلغهم إن أنا صاحب السلاح الحقيقي وعايز أسلم نفسي. قاسم قال له: أنت اتجننت؟ أنت كده هتضيع مستقبلك. بعد إذنكم يا جماعة، أنا عارف أنا بعمل إيه كويس، وياريت لو عايزين تخدموني بجد تعملوا أي حاجة وتسرعوا في إجراءات خروج أبويا بعد اعترافي على طول. لازم أبويا ينام في فرشته النهاردة. بص مندور للمحامي وبص المحامي لأمجد، وهز أمجد راسه بحزن وهو عارف كويس إن اعتراف قاسم دلوقتي هيصعب موقفه أكتر في القضية. قاسم اتحرك وراح على مكتب مدير الأمن وراه أستاذ حافظ وهو شبه عاجز،
طلبوا يقابلوا مدير الأمن ودخلوا. حافظ وقف قدام مدير الأمن متوتر وحاول يبدأ الكلام. حضرتك يا فندم كان يعني في حاجة كده. بعدها قاسم طلب يتكلم. تسمح لي حضرتك أتكلم أنا؟ اتفضل. والدي الحاج رفعت مظلوم، وكان فعلا ما يعرفش ان المخزن فيه اي سلاح. ومين اللي حط السلاح في مخزن الحاج رفعت علشان يلبسه التهمة دي؟ انا اللي عملت كده. بص له مدير الامن بدهشة وبص للمحامي اللي نزل وشه في الارض. يعني انت عايز تشيل التهمة عن والدك؟ لا يا فندم، انا جاي اعترف بالحقيقة. ابويا فعلا ملوش اي دخل بالحاجة دي، وانا صاحب السلاح ده، وكنت واخد مفتاح المخزن من ابويا من غير ما يعرف. طب وجبت الكمية الكبيرة دي من السلاح منين؟ بص له قاسم بتوتر وبص الأستاذ حافظ كأنه مش عارف يرد. طب بلاش جبته منين، قولي كنت هتبيعه لمين؟ كنت هتصرفه ازاي يعني؟ أستاذ حافظ فهم من طريقة كلام مدير الأمن إنه بيحاول يتأكد إذا كان فعلا قاسم صاحب السلاح ولا بيغطي على حد. حضرتك أنا مستعد أقول أي حاجة انتوا عايزينها، ومستعد أقضي عمري كله في السجن، لكن أبويا يطلع براءة. وأظن مفيش دليل واحد ضد أبويا غير إن المخزن بتاعه، وانا بعترف ان انا اللي حطيت السلاح فيه، وابويا ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. يعني انت عايز تشيل القضيه مكان ابوك يا قاسم؟ صدقني يا فندم ابويا بريء وعمره ما اشتغل في الحرام. وانت كمان بريء يا قاسم، لكن عايز تشيل القضيه علشان تخرج والدك، صح؟ ابويا راجل كبير ومش هيستحمل السجن والبهدله. ارجوك سجل اعترافي وطلع ابويا يروح ينام في فرشته. ومدير الامن بص لحافظ وقال له بنبره جد: عرفت موكلك يا أستاذ حافظ إن اعترافه ده لو اتسجل هيصعب موقفه جدا في القضية؟ حافظ بص لقاسم بحيرة، وقاسم رد برجاء: أرجوك سجل اعترافي وطلع والدي، ولو احتجتوا تاخدوا أقوال منه استدعوه، لكن أبويا ما يباتش هنا. هز مدير الأمن راسه بتفهم ونادى على الضابط وطلب منه يسجل اعتراف قاسم. الإفراج عن والدك هيتم الصبح من سرايا النيابة. أستاذ حافظ أكد كلام مدير الأمن وقال لقاسم: أنا هكون مع الحاج رفعت في النيابة وهيخرج فعلا، ما تقلقش. قاسم هز راسه وهو حاسس إنه مطمن، والضابط أخده يسجل أقواله، وأستاذ حافظ كان بيتابع بحزن وعجز. بعد شوية قاسم قال لأستاذ حافظ وأمجد: أنا مش عايز أبويا يعرف إن أنا اللي شلت القضية مكانه. إزاي يعني يا قاسم؟ دي قضية كبيرة ولازم الحاج رفعت هيعرف إنك عملت كده علشانه. عارف إنه هيعرف، لكن على الأقل ما يعرفش دلوقتي. ما تقلقش يا قاسم، المهم دلوقتي نعرف مين صاحب السلاح وإزاي دخل المخزن من غير علمكم. أنا مش قادر أفكر في أي حاجة غير لما أبويا يرجع بيته وينام على فرشته. إن شاء الله هيرجع بيته، وإنت كمان يا قاسم هترجع بيتك إن شاء الله. الصبح في سرايا النيابة خرج الحاج رفعت مع أستاذ حافظ وقال: كيف صاحب السلاح جه واعترف بالسهل كده؟ وكيف كان بيخزن السلاح في المخزن بتاعي؟ مفيش غيري معاه مفتاحه. مش مهم كل ده يا حاج، المهم ان انت خرجت بالسلامة. بص الحاج رفعت حواليه وما لقاش قاسم. كويس انكم ما بلغتوش جاسم باللي حصل، كفاية دخته وهو بيدور على اخوه. مندور قرب منه بلهفة: حمد لله على السلامة يا اخويا. الله يسلمك يا مندور، تقدروا تروحوا انتوا وانا هخلص شوية اجراءات هنا قبل ما امشي. متشكرين على تعبك معانا يا استاذ حافظ. الشكر على ايه بس يا حاج، احنا اهل وعشرة عمر. ابقى طمنا يا استاذ حافظ. ان شاء الله خير يا حاج مندور. اخد مندور اخوه الحاج رفعت وركبه في العربية علشان يرجعوا البيت، وحافظ دخل تاني جوه علشان يحضر التحقيق مع قاسم. في اسكندرية كانت شمس واقفة بتخبط على باب كامل وهي منهارة وبتعيط. فتح كامل الباب مفزوع وهو مش شايف قدامه لانه لسه صاحي من النوم. الحقني يا استاذ كامل، ابويا تعبان قوي. فتح عينه على الاخر من الصدمة وجري معاها بسرعة على الكوخ بتاعهم، ولقى عم عرفة عرقان جدا وجسمه مولع. لازم ننقل المستشفى حالا. اعمل ايه؟ مش عارفة اعمل ايه. بص كامل لعم عرفة وشاله بسرعة وجري بيه على اقرب مستشفى، وشمس جريت وراه وهي بتعيط ومش قادرة تمسك نفسها. في بيت عيلة المهدي الحاج توفيق كان قاعد بيتكلم مع ابنه سعفان. قول لي يا سعفان، رجعت ميت امبارح؟ اصل يا ابويا انا ما دخلتش الجسم. ليه كده يا ولدي؟ ما انا قلت لك لازم تكون معاهم. يا ابويا الموضوع طلع كبير قوي، ولما سألت عرفت انهم ماسكين كمية كبيرة قوي من السلاح في مخزن الحاج رفعت. يعني وجودي هناك مش هيفيد، بالعكس ممكن اتسحب في الرجلين معاهم يا ابوي.
ايه الحديث الفاضي اللي بتقوله ده؟ انا قلت لك مليون مرة الحاج رفعت عمره ما يعمل كده واصل. يا ابوي احنا ملناش صالح يعملوا اللي هم رايدينه، هو عنده ولاده التنين واخوه ولد اخوه، وجودي هناك مش هيغير حاجة يا ابوي. المواقف الصعبة هي اللي بتبين معدن الناس يا ولدي، وكان ودي اشوف معدنك الاصيل لما تقف جرحمة بنتك، بس هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. يا ابوي الاصول والكلام اللي بتقوله ده كان زمان، دلوقتي كل واحد بيقول يلا نفسي. الزمان ما بيتغيرش يا سعفان، الناس هي اللي بتتغير. كل ما يبعدوا عن ربنا كل ما الدنيا تلهيهم عن ذكره، ايمانهم بيضعف وبيفتكروا انهم يقدروا يحموا نفسهم بالسكوت عن الحق ويتخلوا عن اي حد في كرب. الايمان والثقة في ربنا بينوروا القلب وبيخلوك تشوف خدع الدنيا اللي بتضحك علينا. بص كده على عدد الناس اللي اندفنوا تحت الارض، هتلاقيهم اكتر بكتير من اللي عايشين فوقها. ولو كل واحد فينا فكر لحظة انه في الاخر مش هياخد معاه لا ارض ولا مال ولا منصب ولا دار، ما كانش ده هيبقى حل الناس. محدش يا ولدي هياخد معاه غير العمل الصالح، وده اللي الناس بطلت تعمله. رسولنا الكريم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وشفنا ناس في المنام من الموتى قالوا: إحنا يا أهل القبور نعرف وما نقدرش نعمل، وإنتوا يا أهل الدنيا تعرفوا وما بتعملوش. والله لتسبيحة واحدة في صحيفتنا خير من الدنيا وما فيها. سعفان بص لأبوه بخجل وخرج بسرعة من البيت، والحاج توفيق فضل يبص قدامه ورفع ايده يدعي لابنه بالهداية. في بيت عيلة الشرقاوي فتحت الحاجة زينب عينيها بتعب وبصت حواليها، لقت زهرة وندى نايمين جنبها وهم قاعدين على الكرسي. قالت بتعب: ندى. صحيت زهرة وندى كمان ردت بسرعة: ايوه يما، لسه حاسة بتعب. ابوكي وخواتك فين يا بنتي؟ زمانهم جايين، ما تقلقيش يا طنط. بصت لها الحاجة زينب بصدمة وهي مش مصدقة: انت بتتكلم يا بنتي؟ ايوه يما، صوتها رجع لها الحمد لله، وهي اللي وقفت معايا امبارح وجابت لك الدكتورة. وابوكي فين دلوقتي؟ ان شاء الله هيخرج بالسلامة، ما تقلقيش يا طنط. وجاسم فين؟ ردت زهرة بحزن واضح وهي فعلا قلبها وجعها عليه. ان شاء الله هتلاقيهم داخلين دلوقتي كلهم، ما تقلقيش يا ماما. وفجأة سمعوا صوت عربية برا. ندى قامت تجري وبصت من الشباك، ولما شافت العربية دخلت ساحة البيت وطلعت عربية عمها وفيها أبوها جنبه. صرخت بفرحة: أبويا رجع، أبويا رجع يما. صوتها العالي وصل لصفاء اللي كانت فوق في أوضتها. فتحت الباب مفزوعة أول ما سمعت إن الحاج رفعت رجع، ورقية فتحت باب أوضتها هي كمان وبصوا تحت على أصوات التهليل اللي مالية البيت. زهرة بصت للحاجة زينب بابتسامة وقالت: الحمد لله يا ماما، الحاج رفعت رجع. طيب سنديني يا بنتي، عايزة اطلع اشوفه. قامت زهرة بسرعة ومدت ايديها تساعدها وسندت الحاجة زينب وهي مبتسمة. في العربية مع مندور الحاج رفعت بص لأخوه باستغراب: مالك يا مندور؟ حاسس انك مخبي عليا حاجة؟ طول الطريق ساكت. بصراحة يا حج، في فعلا حاجة احنا مخبيينها عليك، بس أنا شايف إنك لازم تعرف عشان نقدر نساعده ونطلعه. نساعد مين ونطلع مين يا مندور؟ جاسم ولدك يا حج. بصله الحاج رفعت بصدمة وهو مش مصدق، ودقات قلبه بدأت تعلى. جاسم هو اللي شال القضية بدالك يا حج عشان يطلعك ويتسجن هو مكانك. اتصدم الحاج رفعت والدمعة وقفت في عينه، ولما ندى قربت من العربية فتحت الباب وهي فرحانة تساعد أبوها يخرج. كان الحاج رفعت مش شايف قدامه، كل اللي في باله وشايفه صورة قاسم وصوت مندور بيرن في ودانه وهو بيقول: جاسم هو اللي شال القضية بدالك. نزل الحاج رفعت بالعافية بمساعدة ندى ومندور سنده لحد ما دخلوا جوه. دخل الحاج رفعت بخطوات تقيلة، كل نفس بياخده أصعب من اللي قبله. قلبه بدأ يدق ببطء ووشه صفر وحاسس كأن نفسه بيتقطع. زهرة كانت ساندة الحاجة زينب واقفة بيها عند باب الأوضة، وصفاء واقفة على السلم ووراها رقية، وندى واقفة جنب أبوها بتبتسم من الفرحة، وعمها مندور ماسك فيه من الناحية التانية. الحاج رفعت بص حواليه على البيت كأن شريط حياته كله بيتعرض قدامه: يوم جوازه، يوم ما عرف إن مراته حامل، يوم ولادة قاسم الكبير، يوم ولادة كامل. وبعدها بص على بنته اللي جنبه وافتكر يوم ما اتولدت، اليوم اللي شالها فيه بين ايديه،
وقال: الحمد لله يا رب على نعمتك. بص حواليه والهوا بدأ يتسحب من صدره بهدوء. رفع عينه للسما وقال الشهادة ووقع بين ايدين اخوه. صرخت ندى بصوت يشق القلب: يا بوي. صوت صرختها فضل يتردد في حيطان البيت كأن الحيطان نفسها بتعيط على فراق صاحبها. مندور قعد على الأرض وهو مصدوم وسند أخوه بإيده. حج رفعت أخوي، رد عليا يا حج. وقعت الحاجة زينب بين إيدين زهرة وهي مش مستوعبة اللي بيحصل، وزهرة صرخت بصوت عالي وهي مرعوبة. وقفت صفاء متجمدة مكانها مش مصدقة اللي شايفاه، ورقية وراها مش قادرة تتحرك من الخضة. ندى كانت بتعيط وبتزعق وهي بتحاول تصحي أبوها، فاكرة إنه فقد الوعي وبس. مندور قفل عين أخوه وهو بيعيط وقال بصوت مكسور: إنا لله وإنا إليه راجعون. ندى بصت له بصدمة ودموعها نازلة، وفضلت تهز راسها بلقة وهي مش مصدقة. لا لا يا عمي، أبوي عايش، ما تقولش كده، أبوي ما ماتش عشان تقولي كده. قربت من أبوها ومسكت إيده وقالت: قوم يا أبوي، عشان خاطري قوم، إحنا ملناش غيرك، إحنا كلنا عايشين في ظلك وحماك. بصت على إيده وهي بتقع من إيديها، وساعتها صرخت بجنون وصوتها ملا البيت كله. في اسكندرية وصل كامل بالمعلم عرفة على المستشفى العام ودخله بسرعة على الطوارئ. الدكتور قال له يستنى بره لحد ما يكشفوا عليه. قعدت شمس على الأرض ضمة نفسها للحيط وبتعيط بصوت مكتوم. كامل كان واقف يبصلها بحزن مش عارف يقول لها ايه. بعد شوية خرج الدكتور وقال: ازاي سبتوه لحد ما يوصل للحالة دي؟ يا دكتور والله أول ما تعب جبناه على طول. أول ما تعب ايه؟ الراجل عنده ورم في المخ وحالته متأخرة جدا. صرخت شمس وهي مش مصدقة: ورم ايه يا دكتور؟ بابا عنده سخونية بسيطة وهياخد دواء وهيبقى كويس. دواء ايه يا أنسة؟ والدك عنده ورم في المخ والمرض في آخر مراحله. كامل حاول يتكلم وهو متوتر: طب مفيش علاج، عملية، أي حاجة نلحقوا بيها؟ للأسف الحالة متأخرة قوي، ممكن تدخلوه مستشفى الأورام لكن مش هتلحقوا، الراجل بيلفظ أنفاسه الأخيرة. صرخت شمس وانهارت على الأرض، وكامل وقف يبصلها بعجز. طيب نقدر نشوفه يا دكتور؟ لكن لو سمحتوا بلاش تضغطوا عليه في الكلام، حالته ما تسمحش. كامل هز راسه ومد ايده لشمس تدخل قبله وهو دخل وراها. قربت شمس من أبوها وهو نايم وبسته في ايده وهي بتعيط. عم عرفة فتح عينه بصعوبة وبصلها وابتسم، وبص بعدها على كامل وقال بصوت واطي: دي بقى يا كامل آخر حكاية هحكيها، ما تقولش كده يا عم عرفة، لسه عندك حكايات كتير وأنا عايز أسمعهم كلهم. ابتسم عم عرفة وقال وهو بيحط ايده على شعر بنته: شمس حافظة كل حكاياتي من يوم ما فتحت عينيها وهي بتسمعهم. بصت له وهي بتعيط: اوعي تنسي حكاياتي يا شمس واحكيها لعيالك علشان ما تتنسيش. عمري ما هنساك يا بابا، وانت اللي هتحكي لولادي بنفسك. بص على كامل وقال وهو بيتنفس: ما توقفش حياتك يا كامل على حكاية واحدة، انهي القديمة يا ابني وابدأ جديدة. كل اللي بيحصل لنا في الدنيا مهما كان صعب مع الوقت بيكون مجرد حكاية بنحكيها. كامل سكت متأثر بكلامه. عم عرفة ومسك ايد كامل وبالإيد التانية مسك ايد شمس، قربهم من بعض وقال بصوت تعبان: أنا ماليش حد أوصيه على بنتي، لكن عارف إن ربنا بعتك ليا علشان أموت وأنا مطمن عليها. أوصيك يا كامل بحق العيش والملح يا ابني على شمس بنتي. بنتك في عينيا يا عم عرفة، وإن شاء الله هتخف وتقوم بالسلامة. ابتسم وهو بيبص للسقف: أنا عايز أنام، اطلعوا علشان أنام، تعبت من الجري وعايز أرتاح. شمس بصت له بقلق وهي مش فاهمة، لكن كامل فهم إن اللحظة دي هي آخر لحظة في عمر عم عرفة. تعالي يا شمس معايا نكلم الدكتور. رجع كامل بص ناحية عم عرفة وقال: بنتك في عينيا يا عم عرفة، وإن شاء الله هتخف وتقوم بالسلامة. رفع كامل الملاية وغطى وش عم عرفة وفضل يقرأ شوية آيات من القرآن ويدعيله بالرحمة. صرخت شمس بصوت عالي، عقلها مش قادر يستوعب إنها خسرت أبوها للأبد وإنها بقت لوحدها في الدنيا. دخل الدكتور وبص عليهم بحزن وقال: البقاء لله، ادعوا له بالرحمة، واضح إنه تعذب كتير قوي من المرض ده. زادت صرخات شمس وكامل واقف مش عارف يعمل إيه. كل اللي هو حسه إنه بقى مسؤول عنها بعد وصية أبوها ليه. في القرية اللي فيها بيت رجب، دخل رجب بيته بسرعة
يا دياب، عرفت اللي حصل؟ ايه، الحكومة عرفت ان عمي بريء وانني اللي كنت مخزن السلاح؟ لا، في واحد اعترف وقال ان السلاح كان عند عمك. مين ده؟ حد من ناحيتك؟ لا، دي حد من عندكم. اوعى يكون ابويا. لا مش ابوك. امال مين؟ حيرتني معاك يا رجب، اتكلم بقى، نشفت دمي. جاسم، ولد عمك. مين؟ امال لو سمعت الخبر التاني هتعمل ايه؟ هو في خبر تاني؟ ايوه، ده بقى اهم من الاولاني. ايه هو؟ عمك رفعت مات. دياب حس كأن حد دلق عليه مية بتلج. بتقول ايه يا رجب؟ انت بتهزر صح؟ الهزار خليه في اللي فات، من دلوقتي انت بقيت كبير العيلة، وكل حاجة بعد كده لازم تبقى جد. دياب بصله مش مستوعب، فرجب قرب منه وقال: دلوقتي الملعب فاضي ليك يا دياب، العب وسجل اهدافك والكل هيسقف لك. يعني ايه الكلام ده يا رجب؟ يعني عمك مات، وواد عمك الكبير شال عنك القضية، والتاني هربان ومحدش عارف له طريق، وابوك راجل كبير مش هيقدر يشوف مصالحكم، يبقى مين هيبقى الكبير؟ لمعت عندي يابو قلب حماس. يعني أنا ممكن أبقى الكبير مكان عمي؟ انت بقيت الكبير خلاص، ولازم تتحرك معايا حالا على بلدكم عشان تحضر جنازة عمك وتاخد عزاه يا كبير عيلة الشرقاوي. دياب فرد ظهره وابتسم وهو متخيل نفسه كبير العيلة فعلا. الناس كلها هتهابه زي ما كانت بتهاب عمه، وبدأ يعدل هدومه وهو حاسس بهيبة انه هيبقى الكبير. عند قاسم اتكلم الأستاذ حافظ معاه بحزن وقال: اهو اخدت 15 يوم حبس على ذمة التحقيق، وموقفك بقى اصعب من موقف الحاج رفعت. يا أستاذ حافظ، ابويا ما كانش هيستحمل البهدلة دي، اللي انا عملته هو اللي كان هيعمله معايا لو محبوس. بس انت معترف على نفسك يا قاسم، وده صعب القضية جدا. مفيش اصعب من اني اشوف ابويا بيتبهدل قدامي وما اقفش اعمل حاجة. ماشي يا قاسم، هحاول الاقي لك مخرج من القضية دي وربنا يسهل. ممكن حضرتك تروح البيت وتطمن على ابويا؟ انا بصراحة خايف عمي مندور يقوله اللي انا عملته. كده كده ابوك هيعرف يا قاسم. في بيت عيلة الشرقاوي البيت كله كان مليان ستات، وصوت العياط والنواح مالي المكان بعد ما الحاج رفعت مات. مندور كان قاعد تعبان وبيعيط على اخوه، ورجالة العيلة حاولوا يسندوه علشان يطلع معاهم الجنازة. زهرة كانت واقفة بتعيط وبصلها الحاجة زينب وهي نايمة بعد ما أخدت حقنة مهدئ. كانت بتفكر في قاسم ومش عارفة توصله ازاي، عايزة تبلغه إن أبوه مات علشان يجي الجنازة وياخد العزاء. كانت واقفة لوحدها وحاسة إن الخبر ده هيكسر قلبه، ومش قادرة تفهم هو راح فين وليه طول الغيبة كده. وفجأة صوت النواح والصريخ زاد لما رجعوا من الجنازة. زهرة خرجت بسرعة من أوضة الحاجة زينب وقربت من الستات وهي باصة على ندى اللي كانت قاعدة متكورة على نفسها، حاطة ايديها على ودانها علشان تمنع الصوت. وبصت كمان على صفاء اللي كانت قاعدة وسط الستات بتصوت بصوت عالي قوي، لكن عينيها مفيش فيها نقطة حزن. ورقية اللي قاعدة جنب أمها ومبسوطة قوي كأنها في حفلة مش في عزاء. زهرة راحت بسرعة ناحية ندى تحاول تهديها، لكن صوت الصريخ كان وجع ودانها هي كمان، وفكرها باليوم اللي مات فيه أبوها وأمها. فاكرة قد إيه كانت بتتعذب من نواح الناس، وعارفة إن كل ده تمثيل مش حزن حقيقي، عادات فاضية. وفجأة زهرة صرخت بصوت عالي وهي مش قادرة تستحمل: كفاية بقى، الصريخ ده مش هيرجع اللي راح، ده بيعذبه وبيعذبنا احنا كمان. كل الستات سكتوا وبصولها باندهاش. صفاء قامت وقالت ببرود: واحنا بنصوت من وجعنا يا بنت المهدي، نعمل ايه يعني؟ نغني ونرقص عشان حضرتك تكوني مبسوطة؟ الصويت مش حزن يا صفاء، الحزن في القلب، ولما القلب بيتوجع بجد اللسان بيعجز عن الكلام. صفاء بصت لها بحدة، لكن أم رقية قامت تهدي الموقف وقالت: خلاص يا بنتي، دي برضو عادات اتربينا عليها، عادات غلط يا مرات عمي، النواح مش هيفيد الميت بحاجة. وبصت على كل اللي حواليها وقالت بصوت واثق: الميت دلوقتي محتاج دعاء مش صوت. لو كل واحدة فيكم قعدت بهدوء وقرأت له سورة من القرآن أو دعت له دعوة بجد، والله ده هيريحه أكتر وهيريح قلبنا احنا كمان. ذكر ربنا هو اللي بيطمن القلوب، مش النواح والصوت العالي. الستات كلهم سكتوا وتأثروا بكلامها وبدأوا يقرأوا قرآن بهدوء ويستغفروا. واحدة من الستات قالت بإعجاب: ربنا يبارك فيك يا بنتي. أم رقية ابتسمت لها وطبطبت على ظهرها وقالت:
ربنا يكرمك يا حبيبتي. صفاء بصت حواليها بغيظ لما لقت الكل سمع كلام زهرة، وهمست لنفسها: هو أنا أخلص من زينب وأقول خلاص بقيت ست الكل، تطلع لي دي مرة جاسم وتعمل فيها الست اللي بتحكم؟ أما رقية فبصت على زهرة بكره وقالت لنفسها بصوت واطي وهي بتبص على أوضة الحاجة زينب: ليها حق تتمنظر بعد ما جوزها بقي الكبير وهي بقت مرة الكبير. بالليل وصل الأستاذ حافظ بيت عيلة الشرقاوي، واتصدم لما عرف إن الحاج رفعت مات وإن مندور تعب جدا بعد الجنازة. دخل البيت لقى دياب قاعد في مكان الحاج رفعت متكئ على الكرسي كأنه الملك وشكله مليان غرور. الأستاذ حافظ قال بهدوء: البقاء لله يا دياب، امتى حصل ده وليه محدش بلغني؟ دياب قال وهو مميل علشان يحس بالعظمة: سعيكم مشكور يا أستاذنا. حافظ اتفاجئ من طريقته: والحاج مندور عامل ايه؟ الحمد لله. طيب انا محتاجة اقابله ضروري. اي كلام عندك يكون معايا، انا بقيت كبير العيلة دلوقتي. زهرة خرجت من أوضة الحاجة أول ما شافت الأستاذ حافظ، راحت تسلم عليه وتسأله لو يعرف يوصل لقاسم، لكن هو سبقها وقال: أنا لازم أقابل الحاج مندور بخصوص قاسم دلوقتي بعد وفاة الحاج رفعت، مفيش لازمة إن قاسم يفضل محبوس بداله، لازم نطلعه بسرعة. زهرة اتسمرت مكانها وقربت منه بلهفة وقالت: قاسم مسجون مكان أبوه؟ إزاي يا أستاذ حافظ؟ حافظ اتفاجئ لما سمع صوتها وقال: إيه ده؟ صوتك رجع يا زهرة؟ أرجوك طمني على قاسم الأول، يعني إيه اتحبس مكان أبوه؟ دياب اتدخل بعصبية وهو لسه متكيف على الكرسي: وانت مين اللي سمح لك تتحدثي وانا موجود؟ روحي عند الحريم، ومش عايز اشوف وش واحدة منكم هنا غير بإذني. وانت مين اصلا علشان تتكلم معايا كده؟ انت صدقت نفسك ولا ايه يا دياب؟ ولا فاكر ان الهبة في الكرسي اللي انت قاعد عليه علشان تتكلم معايا بالطريقة دي؟ لا يا دياب، فوق. الهبة مش في الكرسي، الهبة في اللي بيقعد عليه. صفاء كانت واقفة على السلم مصدومة من قوة زهرة وطريقتها، وفهمت ان طول ما هي هنا عمرهم ما هيعرفوا ياخدوا اللي هم عايزينه. دياب اتفاجئ واتعدل في قعدته وبصلها بذهول، مش مصدق اللي سمعه منها. هو كان فاكرها هتعيط في صمت زي ندى مراته، لكن لا، دي واقفة قدامه بقوة وثبات. وقف دياب من على الكرسي وقرب منها وهو بيتكلم بعصبية: كيف صوتك يعلى عليا كده يا بنت المهدي؟ طب ورحمة اخوي وعمي ما انت قاعدة هنه لحظة واحدة وهترجعي دلوقتي على دار جدك انت وبنت عمك. زهرة ردت عليه بهدوء من غير ما تتهز: انت مالكش اي حق هنا علشان تقول مين يقعد ومين يمشي. انا قاعدة في بيت جوزي وانت ما تقدرش تخرجني منه. قصدك جوزك تاجر السلاح؟ زهرة بصت له بصدمة وبعدها بصت للأستاذ حافظ وقالت: قاسم تاجر سلاح؟ ازاي يا أستاذ حافظ؟ لا يا زهرة، قاسم مش تاجر سلاح، قاسم عمل كده علشان يخلص أبوه، ضحى بحياته ومستقبله علشان يطلع أبوه منها. زهرة دموعها نزلت وقالت بصوت مكسور: أستاذ حافظ، أنا لازم أشوف قاسم، أرجوك لازم أشوفه. يبقى تروحي تتحبسي معاه، أصل اللي بيدخل هناك مش هيخرج. زهرة كانت مصدومة من كلامه وحست قد إيه قلبه أسود وحقود، لكن برغم كده قالت لنفسها إنها مش هتتخلى عن جوزها مهما حصل وهتفضل جنبه لآخر العمر. بصت لدياب بنظرة كلها تحدي ووجهت كلامها للأستاذ حافظ: أنا جاية مع حضرتك النيابة بكرة لأني لازم أقابل جوزي وهعمل المستحيل علشان يخرج، وبعتذر لحضرتك، إحنا مش هنقبل أي عزا دلوقتي لحد ما قاسم يطلع وياخد عزا أبوه بنفسه، لأن قاسم هو الكبير وما ينفعش العزا يتعمل وهو مش موجود. دياب اتجنن من كلامها، عينيه ولعت غضب. أما زهرة فمشيت قدامه بخطوات ثابتة طلعت لفوق. الأستاذ حافظ كان بيتفرج عليهم ومعجب جدا، انبهر بقوتها وقد ايه وقفت قصاد دياب وردته لحجمه الطبيعي. صفاء كانت فوق على السلم بتتابعها وعينيها كلها حقد وغضب، وزهرة عدت من جنبها من غير ما تبصلها حتى، راحت لأوضتها. حافظ خرج بهدوء من البيت، وأول ما خرج أم دياب بصت لابنها وقالت بغضب: دي أقل حاجة كنت تعملها بعد ما وقفت قدامك بالشكل ده. دياب مسك وشه بخوف وهو فاكر اللي حصل له لما قاسم ضربه قبل كده. كنت عايزاني امد يدي عليها كيف يا امي؟ دي مرض جاسم، يعني حتى وهو مسجون لسه خايف منه؟ يا عيني عليا وعلى حظي، لا لاقي راجل ولا عيال ينفعوا. ويوم ما قلت خلاص بقيت اني ست الدار تطلع لي مرض جاسم وتعمل هي ست علينا. مين دي اللي تعمل ست علينا؟ ما تخلينيش اطلع اجيب لك رقبتها دلوقتي يما. اسكت يا خيبة،
وسيبني أفكر هنتصرف معاها كيف. البت دي لازم تمشي من هنا النهاردة قبل بكرة. شوف انت عايزة ايه وانا هعمله يما. الصبح تكلم عمها وتقول له ان جاسم طلع تاجر سلاح واتسجن، وان كامل هرب ومحدش عارف له طريق، وما ينفعش بناتهم يقعدوا هنا في الدار من غير رجالتهم، وتقول له ياجي ياخد بنته وبنت اخوه، ومرة جاسم هتوافق تمشي معاهم. انا ليا طريقتي وهعرف كيف اخليها ما ترجعش البيت ده واصل. دياب بص لها مش فاهم، وامه طلعت السلم تاني وهي بتفكر في خطة تخلص بيها من زهرة ورقية في أسرع وقت. تحت في أوضة الحاجة زينب، ندى كانت قاعدة على السرير جنب أمها ودموعها ما وقفتش لحظة. زينب فتحت عينيها بصعوبة وبصت لندى وقالت بتعب: خواتك وأبوكي لسه ما رجعوش يا ندى؟ بصت ندى لمامتها وهي بتعيط، زادت شهقتها أكتر، قربت منها واترمت في حضنها وسندت على قلبها وهي بتعيط بحرقة: أبوي مات يما، وجاسم اتسجن بداله، وكامل ما نعرفش طريقه، يا ترى عايش ولا ميت؟ احنا ما بقاش لينا حد يما. الحاجة زينب دموعها نزلت في صمت، حضنت بنتها وقالت: احنا لينا ربنا يا حبيبتي، وان شاء الله خواتك هيرجعوا. ربنا يرحمك يا حج وينور قبرك ويجمعني بيك قريب يا رب. في بيت عيلة المهدي، الحاج توفيق كان قاعد حزين بعد خبر وفاة الحاج رفعت، وساكت وباصص في الفراغ. قرب منه سعفان وقال بغضب: في حاجة مش مريحاني يا ابوي. هو في حاجة في الدنيا بقت تريح يا ولدي؟ موضوع سفر كامل ده مش داخل دماغي، كيف ما يرجعش بعد موت ابوه؟ في حاجة غريبة، يمكن لسه معرفش ولا مش قادر يرجع دلوقت. لا يا ابوي، الموضوع شكله اكبر من السفر، والبلد كلها بتسأل فين جاسم وكامل، وكيف الحج رفعت يموت ومحدش يعمل له عزا. ربنا وحده اللي عالم بيهم وبظروفهم، بس احنا نعمل اللي علينا. الصبح نروح دار الشرقاوي نعز مندور ونسأل عن جاسم وكامل. ربنا يسهل يا ابويا. ربنا يرحمك يا حج رفعت وينور قبرك. في اسكندرية، كامل كان واقف في المقابر بعد دفن عم عرفة، عينه على شمس اللي منهارة من العياط. قرب منها وقال بهدوء: شمس، لازم نمشي، الوقت اتأخر. مش قادرة امشي واسيبه لوحده، مش هقدر ارجع البيت من غيره، انا مش عارفة هعيش من غير ابويا ازاي. كامل سكت وبص قدامه بحزن، افتكر والده وبيته واخواته وكلام عم عرفة الأخير: ما توقفش حياتك يا كامل على حكاية واحدة، انهي حكايتك القديمة وابدأ جديدة. كل حاجة في الدنيا مع الوقت بتكون مجرد حكاية بنحكيها. بص للقبر وقال بحزن: الله يرحمك يا عم عرفة. الصبح في بيت الشرقاوي، زهرة فتحت عينيها بتعب، كانت نايمة على الأرض ساندة على الباب من امبارح بالليل. قامت بتعب راحت للدولاب، أول ما فتحته لقت هدومها متقطعة مرمية في الدولاب. مسكتهم مصدومة، دول هدوم النوم بتاعتها. مين اللي عمل كده؟ قطع تفكيرها صوت فونها، بصت لقت حافظ بيتصل: الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هتقدري تيجي معايا النيابة النهاردة يا زهرة؟ طبعا هاجي فورا. تمام، في موضوع مهم لازم اتكلم فيه معاكي قبل ما تشوفي قاسم، انا هعدي عليكي بالعربية دلوقتي، في انتظار حضرتك. قفلت الخط بسرعة، أخدت هدومها ودخلت الحمام تجهز. في أوضة رقية دخلت صفاء الأوضة ورقية نايمة على السرير. يا بختك، نايمة ومرتاحة ولا همك اللي بيحصل. صحيت رقية مفزوعة: هو النوم بيجي حرام كمان؟ قومي اغسلي وشك وفوقك ده، عايزة اتكلم معاكي. أني فايقة، عايزة ايه؟ عايزاكي تاخدي بنت عمك وترجعوا دار جدكم، قعدكم هنا ما بقاش ليه لازمة. وانت فاكرة بنت عمي هتسمع كلامي؟ هتسمع غصب عنها، جدك وابوك هيجيبوها بالعافية. كيف؟ طب وجاسم؟ ما فيش جاسم خلاص. يعني ايه؟ جراله حاجة؟ لسه ما تعرفيش؟ جاسم اتحبس مكان ابوه وطلع هو اللي عنده السلاح. ايه؟ جاسم تاجر سلاح؟ يعني دلوقتي محبوس ومش هيطلع بأقل من 25 سنة. 25 سنة؟ دي أقل حاجة. رقية بصت لها بصدمة، وصفاء كملت بمكر: وانت مش هتعيشي كده 25 سنة صح؟ طب وزهرة عرفت امبارح، واكيد دلوقتي هتفكر في مصلحتها وتقول نفسي اولا. طب واني اعمل ايه؟ معرفش طريق كامل. بصي، نصيحة لوجه الله، لا طولتي كامل ولا هتطولي جاسم. شوفي حياتك، اتجوزي وخلفي بدل ما العمر يضيع منك. يعني زهرة هتتطلق من جاسم؟
دياب كلم ابوكي وقال له ان جاسم اتحبس وكامل هرب وطلب يجي ياخدكم انت وراحتك بقى. عايزة تفضلي على ذمة كامل براحتك، بس الأكيد إن زهرة مش هتستنى 25 سنة. طب لو أبويا سألني جوزي هرب ليه؟ قولي له كيف ما قلتلك إن كامل ملوش في الجواز وهرب علشان ما يتفضحش. أنا أخاف أقولك ده، يبقاني اللي هقول، وهقول لهم إنك انت اللي قلت الكلام ده لجوزك وخليتيه يهرب. رقية بصت لها بذهول. أبوكي في الطريق فاختاري، يا تتكلمي كيف ما قلتلك يعني اللي هتكلم. خرجت صفاء من الأوضة ورقية وقفت مكانها مذهولة. تحت في الدور الأرضي سعفان كان قاعد مع دياب مصدوم من كلامه. وما يصحش إنهم يقعدوا هنا ورجالتهم مش موجودة. عندك حق، جاسم مش هيطلع من السجن قبل 25 سنة. وكامل يا عالم فين؟ أبوي مريض مش قادر يتحرك، وأنا اللي شايل مسؤولية العيلة. مش هقدر كمان أشيل مسؤولية بناتكم، انتوا أولى بيهم. عداك العيب، فعلا قعدهم هنا ملوش لازمة. ندى كانت واقفة عند أوضة أمها عينيها مليانة دموع وهي شايفة دياب قاعد مكان أبوها وصفاء قاعدة مكان أمها، والاتنين كأنهم أخدوا مكانهم في الدنيا. بصت لهم بغل ودموعها نازلة. في اللحظة دي دخلت زهرة فاكرة إن عمها جاي يعزي. قربت وقالت بهدوء: ازيك يا عمي؟ عمها رد عليها بحزن على حظها وحظ بنته: ازيك يا زهرة؟ أم رقية لسه ما نزلتش ليه؟ تنزل ليه يا عمي؟ عشان ترجعوا داركم مع عمك يا حلوة. ندى كانت واقفة بعيد بتسمع كلامهم ودموعها نازلة، عارفة إن حتى زهرة هتسيبها وهي وأمها هيكونوا لوحدهم هنا. يعني إيه نرجع بيتنا؟ أمال إحنا فين هنا؟ خلاص يا زهرة، أنا عرفت إن جوزك طلع تاجر سلاح وهيقضي عمره في السجن، وجوز بنتي كمان هرب بعد الفرح وانتم مخبيين علينا. يا عمي جوزي بريء وهيطلع براءة، وجوز رقية هيرجع، صدقني. رقية نزلت من فوق وقفت جنب زهرة وبصت لصفاء بتوتر، وصفاء بصت لها بنظرة كلها قوة ومكر. اهي بنت عمك جت اهي، ابوكي جاي ياخدكم يا رقية، ايه رأيك؟ رقية بصت لصفاء وبعدين لوالدها وبعدها لزهرة وقالت وهي منزلة عينيها في الأرض: اللي ابويا يشوفه أني هعمله. يا زين ما ربيت يا حاج سعفان، هي دي التربية الصح. اطلع يا رقية جهزي حاجتك، وانتي كمان يا زهرة. كانت رقية هتتحرك لكن صوت زهرة وقفها فجأة: مع احترامي ليك يا عمي، لكن أنا مش هسيب بيت جوزي. يعني انت بتعصي كلامي يا زهرة؟ يا عمي حضرتك عارف ان مستحيل أعصي كلامك، لكن ده بيت جوزي وانا هفضل فيه لحد ما جوزي يرجع بالسلامة. قلتلك جوزك مش هيرجع. جوزي هيرجع يا دياب وهيطلع براءة، والمجرم الحقيقي هيتكشف ويتحاسب. دياب حس بتوتر وحس انها بتقصد بكلامها عليه. صفاء قالت بعصبية: بص يا بنت الناس، من الاخر كده كل حاجة هنه بالجيد بتاعتنا، وجوزك هيقضي عمره كله في السجن، واخوه هيعيش طول عمره هربان، واختهم مرات ولدي هي وجوزها اللي هياخدوا كل حاجة. يعني جوزك خلاص ملوش حاجة هنه، ودار اهلك اولى بيكي. زهرة كانت مصدومة من كلامها وفهمت ان صفاء عايزة تخليها تمشي علشان تستولي هي وابنها على املاك الحاج رفعت. بصت على ندى اللي واقفة بعيد وبتعيط وبتبص لها بنظرة تتوسلها ما تمشيش، وبعدها رجعت تبص لصفاء وقالت بقوة: انا ليه حاسة في كلامك انك عايزة تقولي ان ولاد الحاج رفعت شبه ماتوا وانكم انتوا بقيتوا الورثة؟ صفاء ابتسمت بسخرية وكأنها بتأكد كلامها: بس في حاجة هتبوظ لك الحسبة دي. الكل بص لها باستغراب، صفاء بسخرية وعمها ودياب باهتمام وندى بفضول ورقية بدهشة. أنا حامل. نزلت الكلمة زي الصعقة على ودان الكل. قامت صفاء من مكانها مصدومة جدا، ودياب وقف مكانه قلبه وقع في رجله أول ما سمع إن مرات قاسم حامل، وعارف إن لو خلفت ولد يبقى ابن قاسم هو اللي هيورث كل حاجة. ندى جريت بسرعة ناحية زهرة وحضنتها بفرحة وقالت: انت صح حامل يا زهرة؟ ايوه يا ندى حامل الحمد لله. يعني لو جه ولد هتسميه رفعت على اسم ابوي صح؟ ان شاء الله يا حبيبتي، ولو بنت هتبقى ندى على اسمك. بس انا حاسه انه ولد، ان شاء الله يبقى ولد واسمه رفعت على اسم ابوي. انا هدخل ابشر امي، دي هتطير من الفرحه. ضحكت زهرة وهي بتبص لها بحنيه، وندى جريت بسرعه على اوضه والدتها. رقية كانت واقفه بتبص لزهرة بحقد، قلبها مولع بعد ما عرفت انها حامل من قاسم. اتكلمت صفاء وهي مصدومه ومش مصدقه: وايه اللي يثبت لنا انك فعلا حامل؟ مش يمكن بتضحكي علينا؟ لا،
انا هجيب الدايه تشوفك وتقول لنا الحقيقه. انت مين علشان اثبت لك حاجه ولا حتى اضحك عليكي؟ دايه ايه اللي هتجيبيها؟ فاكره نفسك مين؟ انا قلت اني حامل ومبكذبش، والموضوع ده لا يخصك ولا يخص حد. في اللحظه دي دخل استاذ حافظ وقال بهدوء: السلام عليكم. سعفان وزهرة ردوا السلام، انما دياب وصفاء ورقية كانوا لسه في صدمة، مش قادرين ينطقوا. انا جاهزة يا استاذ حافظ. انا اسفة يا عمي، لكن مش هقدر اسيب بيت جوزي. سعفان كان ساكت وباين عليه بيفكر. جواه بدأ يحسبها، لو زهرة فعلا حامل وجابت الولد ده هياخد كل أراضي الشرقاوي، وساعتها هتبقى هي المتحكمة في كل حاجة، وأرض الشرقاوي تروح لعيلة المهدي. عينه لمعت وقال بحماس: عندك حق يا بنت أخوي، انت ما ينفعش تهملي دارك واصل، لازم تحافظي لولدك على حقه وماله وأراضيه. بصله دياب بذهول، وصفاء كان وشها أحمر من الغيظ، حاسة كل اللي خططت له بيضيع منها في لحظة. شكرا يا عمي إن انت فهمت موقفي، أنا لازم أمشي دلوقتي علشان أزور جوزي. وبعدها بصت على دياب وصفاء اللي واقفين مصدومين: وهوصل له سلامكم، ما تقلقوش، عن إذنكم. مشيت زهرة مع حافظ، وبعد ما خرجت بص سعفان لدياب وقال: أبوك فين يا دياب؟ أبويا تعبان ومش بيقابل حد. سعفان بصله بنظرة مكر، وهو عارف إنهم لسه تحت الصدمة من خبر حمل زهرة. ابقى بشروا بخبر حمل زهرة، وطمنوا إن رفعت الصغير إن شاء الله يجي بالسلامة، واسم رفعت الشرقاوي هيفضل موجود في الدنيا، يمكن الخبر ده يفرحه شوية. بصت له صفاء بغضب، وسعفان اتكلم مع بنته بنبرة حازمة: وانت يا رقية خليكي هنهجر بنت عمك، خدي بالك منها لحد ما اشوف موضوع جوزك ده. هزت رقية راسها بتوتر، وسعفان اتحرك ناحية الباب وقال قبل ما يخرج: عن إذنكم، ولو احتجتي حاجة يا رقية انت ولا بنت عمك كلميني على طول. رقية هزت راسها تاني بخوف، وبصت على صفاء بتوتر، وبعدها جريت بسرعة فوق أول ما والدها خرج. وقف دياب وبص لوالدته بقلق: وبعدين يما هنعمل ايه دلوقتي؟ صفاء كانت سرحانة وبتفكر وقالت بنبرة فيها خبث: مش عارفة، بس البت دي مش سهلة، ولازم نخلص منها ومن اللي في بطنها بسرعة. بصلها دياب بخوف، كان حاسس ان اللي جاي من ورا زهرة المهدي مش هيكون سهل أبدا. جوه أوضة الحاجة زينب، ندى كانت واقفة قدام والدتها، عينيها مليانة دموع، لكن في نفس الوقت بتضحك من الفرحة. زهرة حامل يما، وهتجيب لنا رفعت الشرقاوي الصغير. بصت لها أمها بابتسامة فيها حنان، وقالت بهدوء: أبوكي جالي وبشرني بالخبر ده ليلة ما مات، ألف رحمة ونور عليه. يعني انت كنت عارفة يما ان زهرة حامل؟ هو ده اللي صبر قلبي بعد موت أبوكي، الله يرحمه. الله يرحمه يما، أبوي وحشني قوي. طبطبت عليها وعيطت هي كمان بحرقة على فراق جوزها. جوه عربية أستاذ حافظ بص لزهرة وقال بهدوء: أنا طول الليل بفكر في مخرج لقاسم، ومش لاقي حل غير إنه يرجع في أقواله، ونقول إنه اعترف على نفسه علشان يطلع والده لأنه كان مريض، ونرجع الاتهام للحاج رفعت تاني. يعني حضرتك تقصد إن احنا نأكد إن الحاج رفعت فعلا كان بيتاجر في السلاح؟ الحاج رفعت الله يرحمه مات خلاص يا زهرة، واتهامه دلوقتي مش هيضرنا في حاجة، المهم نقدر نثبت إن قاسم بريء. لكن احنا نقدر نثبت بسهولة إن هو بريء، مفيش دليل ضده، لا اتمسك متلبس، ولا بصماته كانت في المخزن، ولا معاه مفتاح المخزن أصلا. ده غير إنه كان بره مصر لفترة طويلة جدا، ولسه راجع من قريب، يعني ملهوش أي علاقة بشغل والده، وكل ده نقدر نثبته. أنا فاهم كل ده، لكن لو قاسم وافق إنه يرجع في اعترافه ويقول إن عمل كده علشان يطلع أبوه، ساعتها هيتوجه له تهمة تضليل العدالة، ويتحاكم عليه من 6 شهور لسنة، ويمكن القاضي لو تفهم الموقف الحكم يبقى 3 شهور بس. لكن قاسم عمره ما هيوافق يأكد التهمة على والده، وهو ده اللي كنت عايزة أتكلم معاكي فيه، لأنك انت الوحيدة اللي تقدري تقنعي قاسم يرجع في اعترافه. مستحيل قاسم يوافق أصلا، أنا أصلا مش عارفة هو هيستقبل خبر وفاة والده إزاي. لازم قاسم يرجع في اعترافه يا زهرة، احنا لسه في أول القضية وقبل ما الحكم يصدر، وانت عارفة كويس إن لو اتحكم فيها خلاص خروجه هيكون صعب جدا. ربنا يستر. بعد شوية وقف أستاذ حافظ بالعربية وقال بهدوء علشان يخرج زهرة من سرحانها: وصلنا يا زهرة. بصت زهرة قدامها بقلق، وهزت راسها بهدوء ونزلت معاه من العربية. كانت خطواتها متوترة وهي داخلة، وكل تفكيرها في سؤال واحد: هتقول لقاسم ازاي إن أبوه مات؟ بعد شوية زهرة كانت قاعدة متوترة هي وأستاذ حافظ في أوضة صغيرة مستنيين يقابلوا قاسم، وبعد لحظات الباب اتفتح
ودخل قاسم. قامت زهرة بسرعة وجريت عليه وهي بتعيط. اتصدم قاسم لما شافها، لكن بسرعة فتح دراعاته وضمها في حضنه. فضلت تعيط بهستيريا وهي حضناه، كأنها أخيرا سابت كل قوتها وانهارت جواه. طبطب عليها بحنان ورفع وشه وهو بيفكر يقولها إنها ما تجيش تاني، وإنها لازم تبعد وتعيش حياتها من غيره. لكن قبل ما يتكلم زهرة بعدت عنه شوية وبصت له وهي بتعيط. كانت بتتأمل ملامحه اللي وحشها جدا. عينيهم اتقابلت وكل واحد فيهم كان بيحس بالتاني. وفجأة قاسم مقدرش يمسك نفسه، رجع أخدها في حضنه تاني وضمها بقوة كأنه خايف تفلت منه. ساعتها أستاذ حافظ وقف وقال بهدوء وهو موطي راسه: أنا هسيبكم لوحدكم شوية. قاسم هز راسه بهدوء ولسه زهرة جوه حضنه بتعيط. حاول يتمالك نفسه وبعدها بهدوء بعدها عنه وتقدم خطوتين لقدام مديها ظهره علشان ما يضعفش قدامها، وقال بصوت متماسك: زهرة، أنا مش عايزك تيجي تزوريني تاني، حاولي تنسيني وتعيشي حياتك. بصت له مصدومة وفهمت إنه مش عايزها توقف حياتها عليه.